طيب يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده أول سيشن من كورس المنحة التركية لسنة 2026. السيشن ده هيكون سيشن خفيف جدا كده، هنتكلم بس فيه عن السكولارشيبس أو المنح بشكل عام. المنح بتفكر إزاي، المنح بتكون عايزة منك إيه بالظبط. هنتكلم برضو عن إزاي تختار الميجر أو التخصص بتاعك، لأن الحوار ده بيسبب حيرة وبيسبب صعوبة لناس كتير قوي إنها تاخد القرار ده. فإن شاء الله بعد السيشن ده كل واحد هيكون قادر إن هو يختار التخصص بتاعه. او على الاقل يعني مثلا دلوقتي لو هو محتار ما بين تخصصين ثلاثه، فهيقدر ان هو يحدد ايه هو الاولويه بتاعته من خلال السيشن دي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل اللي في السيشن ثالثه ثانوي ولا في ناس جامعه معانا ولا ايه؟ حلو. طب مخلصين امتحانات؟ طيب، عشان بس ايه، عايز يكون مذاكر رايق يعني في السيشن ده بالذات. ان شاء الله يكون مخلصين امتحانات، يعني مش عايز حد يكون عنده فاينل بكره ولا بعد بكره وكده. طيب خلينا نبدا. طيب اغلب السكولارشيبس بتدور على ثلاث حاجات رئيسيه، تمام؟ اول حاجه بتدور عليها، او اربع حاجات رئيسيه، اوكي. اول حاجه بتدور عليها هي الامباكت. يعني ايه امباكت؟ التاثير بتاع الناس اللي بتقدم دي. التاثير بتاعك على المجتمع بيكون عامل ازاي؟ التاثير بتاعك على الناس اللي حواليك، التاثير بتاعك على المنحه دي هيكون عامل ازاي، تمام؟ فدي اول نقطه نخليها معانا، الامباكت. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، وهي حرفيا بعيدا بقى عن الجريدز بقى وبعيدا عن درجاتك عامله ازاي، المنحه بيفرق معاك في الموضوع ده جدا، وهو الليدرشيب او القياده. هل انت قائد في المجتمع بتاعك؟ مش لازم ان انت تكون شاركت مثلا في اعمال تطوعيه كتير، او ان انت تكون شاركت في مؤسسات معينه، بس في مواقف معينه في حياتك بتدل ان انت قائد في التصرفات بتاعتك فيها. فالموضوع ده مهم جدا، ولازم برضه ان احنا نبينه في الكلام بتاعنا. هل انت ليدر؟ هل انت عندك الليدرشيب سكيلز دي؟ تمام، فدي تاني حاجه. تالت حاجه معانا وهي البوتنشال. يعني ايه بوتنشال؟ هل انت شخص دايما بيطور من نفسه؟ هل انت شخص له قابليه ان هو يتطور طول الوقت، ولا انت دايما ثابت في مكانك؟ فاهمين؟ فالبوتنشال تالت حاجه، وده يعتبر برضه من الحاجات المهمه جدا اللي المنح بتدور عليها. لان دلوقتي المنحه عايزه حد تجيبه معاها من السنه الاولى لحد السنه الخامسه، بتشوفه عمال يتطور مع الوقت، وبتشوفه ان هو عمال يوصل لحاجات طول الوقت، تمام. الحاجه الرابعه وهي الكلير جولز، او الاهداف الواضحه. هل انت عندك اهداف واضحه ولا ايه؟ ما فيش حرفيا اي حد بيتقبل في منحه غير وهو عنده اهداف واضحه وخطوات واضحه يقدر ان هو يحقق من خلال الاهداف دي. فانت لازم توضح لهم الاهداف بتاعتك بشكل واضح جدا عامه، في الخطاب بتاع النيه او حتى في كل الكلام بتاعتك، تمام. فده كده عندنا الاربع نقط الرئيسيه اللي احنا دايما عايزين نكون حاطينها في بالنا واحنا بنكتب اي حاجه. هل الحاجه اللي انا بكتبها دي بتدل ان انا باثر تاثير معين على المجتمع بتاعي؟ هل الحاجه دي بتدل ان انا مثلا بعمل ايفورت او بعمل مجهود معين، فبتدي للمنحه شعور ان انا عندي بوتنشال ان انا اتطور مع الوقت؟ هل الحاجه اللي انا بكتبها دي بتتكلم عن هدف معين مثلا عندي، او بتدل على موقف قيادي معين؟ فالحاجات دي كلها مهمه، واحنا لما نيجي نعمل الافكار، الحاجات دي بتيجي في دماغنا بعد كده. هل الحاجه دي مناسبه مع دي ولا ايه؟ تمام. طيب، خلينا نتكلم بقى ايه على الكومن مسكونسبشنز، او اللي هي اخطاء الفهم الشائعه يعني ما بين الناس. اغلب الناس فاكرين ان المنح بتكون للطلاب المتفوقين قوي دراسيا، تمام. والموضوع ده مش صح تماما. ان المنح بتكون مقتصره بس على الناس اللي جايبه 99% او 95% والكلام ده. الموضوع ده مش صح اطلاقا. انا اغلب الناس اللي معايا مش جايبين درجات عاليه ولا اي حاجه، ما فيهم انا اصلا يعني. الدرجات بتاعتي كانت متوسطه وكانت عاديه جدا، يعني مش الحاجه اللي هي العاليه قوي. بس الفكره ان انت تكون حد كوميتد. يعني ايه حد كوميتد او حد عنده كوميتمنت؟ ان انت تكون شخص عندك استمراريه وعندك القابليه ان انت تبذل مجهود في حاجه معينه. يعني دلوقتي مثلا اقول لكم مثال. احنا دلوقتي مثلا عندنا واحد اسمه يوسف، وعندنا واحد مثلا اسمه عمر. يوسف ده شخص ذكي جدا، ذكي جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله بيجيب درجات عاليه قوي في الدراسه، يعني تمام. وليكن مثلا جايب جي بي اي 4، او جايب مثلا 99%، اوكي. بس الفكره ان هو ما عندوش اي انشطه ولا عنده اي حاجه بيعملها، تمام. الحاجه الثانيه، وعمر يعني اللي هو الشخص الثاني. الشخص ده ولو ان الدرجات بتاعته ممكن تكون متوسطه، وممكن ما تكونش عاليه قوي زي بقيه الناس، بس الشخص ده بيعمل حاجات كتير في حياته، عنده مواقف عامه في حياته بتثبت ان هو شخص عنده الاستمراريه، بيبذل مجهود في حياته في حاجات كتير، مش مجرد بس اللي هو عنده دراسه بس، مش اكتر. فاهمين؟ فساعتها المنحه بتفضل انهي واحد فيهم؟ ساعتها المنحه بتفضل الشخص الثاني. اغلب المنح بنسبه 99.9% بتفضل الشخص الثاني. المنح مش مهتمه بس بالشخص اللي هو ايه، جايب درجات عاليه والكلام ده، لا، عندهم اهم حاجه ان الشخص طبعا ان هو يكون متفوق دراسيا،
الى جانب ده ان هو يكون شخص برضه مفيد في المجتمع بتاعه، بيعمل انشطه كتير، شخص بيبذل مجهود في اكتر من حاجه وعارف هو عايز ايه بالظبط. تمام. فاتمنى كده ايه يكون النقطتين دول واضحين بالظبط. وانا اتكلمت عن حته المسكونسبشنز عشان مش عايز حد ان هو بيقدم على منحه بقى ايه لما يشوف مثلا ابلكيشن حد تاني او يشوف درجات حد تاني فيحس ان هو اقل من حد تاني، لان الموضوع مش كده تماما. انت عندك حاجات بتميزك حتى لو انت مش جايب درجات عاليه شبه الناس التانيه. تمام. فالنقطه دي بس مهمه جدا ان احنا كلنا نكون فاهمينها يعني، حتى هتفرق معاك معنويا يعني. اوكي. ماشي. النقطه الثانيه بالنسبه للميشن والفيجن. يعني ايه اصلا ميشن وفيجن؟ مش هنتكلم بقى بالعربي يعني، خليني اقول لكم ايه بشكل عام. دلوقتي اي شركه او اي مؤسسه لازم لما تبدا يكون عندها رؤيه معينه او اهداف معينه عايزه تحققها طبعا. يعني دلوقتي مثلا لو قلت ليوسف مثلا، يوسف احنا عايزين النهارده نبدا شركه، انت معايا ولا ايه؟ فاول سؤال هيساله يوسف، طب الشركه دي هتعمل ايه بالظبط؟ احنا عايزين نوصل لايه بالظبط من الشركه دي؟ ايه الاهداف اللي احنا نحققها؟ فالمنح برضو نفس الكلام بالظبط. المنح دي برضو عباره عن مؤسسات بيكون عندها اهداف معينه عايزه تحققها. الموضوع مش اللي هو ايه انا بقدم لك منحه وخلاص كده يعني، وبقدم لك لوجه الله. الموضوع مش كده خالص يعني، لازم بيكون في منفعه متبادله من حاجه زي كده. طيب ايه هي مثلا المنفعه المتبادله بس دي عشان نكون فاهمين برضو ايه الموضوع؟ هديكم برضو نبذه عنه. دلوقتي مثلا لما المنحه دي بتجيبك عندها، يعني بتجيب دلوقتي كل سنه مثلا حوالي 5000 واحد. ال 5000 واحد دول من يعني احسن 5000 تقريبا من كل الدول، بتجيب ال 5000 واحد عندها دول بتخليهم يدرسوا عندها. حتى اصلا كاتب اول نقطه اللي هي الديفلوبمنت. فدلوقتي لما ال 5000 واحد دول يدرسوا معاها من سنه للتانيه وكده، فهيبداوا ان هم يعملوا ريسيرشات او ابحاث علميه، هيبداوا ان هم يجيبوا درجات عاليه، هيبداوا ان هم يعملوا انجازات. فالحاجات دي او الحاجات اللي هم بيعملوها دي مش بتمثلهم هم بس، لا دي بتمثل المنحه دي. يعني دلوقتي لما اقول ان الشخص ده عامل الانجاز ده، الشخص ده طالع من المنحه التركيه، الشخص ده عمل الحاجات دي. فدلوقتي انا بعلي لما دلوقتي مثلا اجيب الاشخاص الممتازين دول في الجامعه دي. تمام. فدلوقتي لما ابص بقى على الرانك او الترتيب العالمي بتاع الجامعه دي، هلاقي الترتيب العالمي يبدا يزيد مع الوقت. تمام. فدلوقتي دي من احد الاهداف ان انا دلوقتي جبت الناس دي في الجامعات التركيه عندي، فهم بداوا ان هم يعملوا انجازات. فدلوقتي الرانك بتاع الجامعات التركيه دي بيبدا يزيد، فنسبه الناس اللي من الدول الثانيه اللي تحب انها تيجي تدرس في تركيا هتبدا تزيد. لان دلوقتي لما ابص على كل الدول وابص على تركيا، ده الجامعات دي الرانك بتاعها عالي، الجامعات دي مش عارف فيها ريسيرشات وفيها ابحاث علميه. كذلك برضو الحاجات دي برضو ما بين الحكومات وبعضها. لما دلوقتي مثلا الحكومه تبص على الحكومه بتاعت دوله ثانيه يعني، تبص على تركيا، دول عندهم مش عارف بحث علمي، عندهم ايه. فابدا مثلا ان انا افكر ان انا ممكن اعمل تعاون مثلا مع الحكومه دي، او ابدا ان انا اعمل تعاون مع المؤسسه دي. فبتكون في اداه كتير قوي منها حاجه زي كده. حاجه تانية برضو الكالتشرال اكسشينج او اللي هو التبادل الثقافي. ده مش مجرد كلام وخلاص ان انا بعمل تبادل ثقافي وكده، لا دلوقتي لما انا اجيب ناس مثلا بتتكلم انجلش، ناس بتتكلم فرنش، ناس بتتكلم وات ايفر بقى، اي لغه انتوا عارفينها يعني. فدلوقتي انا ببدا ازود عدد متحدثين اللغات الاجنبيه دي في الدوله عندي. فدلوقتي ده حاجه مثلا بتنشط السياحه. يعني دلوقتي انا سايح عايز ازور دوله زي دي، فلما اسمع ان الدوله دي فيها ناس كتير قوي بيتكلموا بالفرنساوي، ناس بيتكلموا عربي، ناس بيتكلموا مش عارف ايه، فهبدا ان انا احب ان انا اجي الدوله دي، انا عايز اعمل تبادل ثقافي وكده يعني. برضه في اكستشينج بروجرامز برضه بتحصل ما بين الجامعات والتانيه، فاقدر او اللي هو برامج تبادل ثقافي يعني. فدلوقتي مثلا ممكن الطلاب اللي من الجامعات التانيه اللي هي الجامعات الاوروبيه او الجامعات الامريكيه تحب انها تيجي الدوله عندي. تمام. فده في نوع من تنشيط السياحه وتنشيط برضه ايه العمليه التعليميه من سنه للتانيه. في برضه اللي هو التالنت جروث، اللي هو نفس الكلام اللي هو ايه ان المنحه بتتبنى تالنت او بتتبنى حد عنده موهبه معينه، ويبدا ان هو طبعا يتطور مع الوقت. فدلوقتي الشخص ده مش بيمثل نفسه بس، لا هو بيمثل المنحه بشكل كامل. يعني دلوقتي بقول الشخص ده متخرج من المنحه التركيه او متخرج من جامعه من تركيا، فكل الانجازات حتى اللي هو بيعملها بعد كده. حتى في حاجه اسمها كان اسمها ايه؟ آم، اه الالومناي امباكت. حتى هتشوفها مثلا لما تبص مثلا على الرانك او الترتيب بتاع اي جامعه، هتشوفوا دي من احد الحاجات الرئيسيه اللي هو الالومناي امباكت او اللي هو التاثير بتاع الخريجين. بيقول لك ان ايه هي نسبه تاثير الخريجين من جامعه للثانيه. فدلوقتي لما جامعه يكون الخريجين بتوعها بداوا ان هم مثلا يعملوا شركات او بداوا ان هم يعملوا ابحاث علميه، فالالومناي امباكت او تاثير الخريجين ده بيبدا ان هو نسبته تزيد، فطبعا الرانك بتاع الجامعه بيبدا ان هو يزيد. فالمهم انا بقول بس الكلام ده كله ليه؟ عشان ابقى اوصل لكم فكره ان المنحه لازم تحس انها مستفيده منكم حاجه. المنحه مش بتقدم لكم الكلام كده وخلاص. فانت لازم تكون متبني العقليه دي، ان انت كل حاجه بتكتبها
اللي هو انا بوصل لك ان انت لازم تقبلني، انت لازم تقبلني في حاجه زي كده عشان انا اللي هفيدك. طبعا لازم برضه نوصل لهم ان انا محتاج المنحه بشكل ما، بس ما افضلش ان انا اخلي الكلام بتاعي كله اللي هو انا محتاج المنحه قوي يا جماعه، انا الاوضاع الماديه بتاعتي مش عارف ايه، انا كذا انا كذا. لا، انا عايز اخلي تركيزي انت ليه تقبلني في حاجه زي كده. ده هو السؤال اللي انت دايما لازم تساله نفسك، ليه انت تقبلني في حاجه زي كده. فلازم ان انا افضل مركز اجابتي على الحاجات دي. ودي النقطه اللي هي الثالثه اللي بتكلم عليها دي. how can you align your personal mission with theirs. ازاي ان انت تخلي كل الكلام بتاعك او الاهداف الشخصيه بتاعتك، الاهداف الاكاديميه في الكلام بتاعك يعني تكون موازيه او تكون يعني متركبه صح مع الاهداف بتاعتهم هم كمان. تمام. بس فاحنا لازم نفهم السيكولوجيه بتاعت المنح بتمشي ازاي، ولازم نفهم هو هم اصلا عايزين ايه بالظبط مننا عشان نبدا ان احنا نخلي الكلام متناسب مع كده يعني. طيب زي ما قلنا ان كل شركه بيكون ليها ميشن وفيجن، اللي هو الرؤيه بتاعتهم بيكون لها برضه مهمه معينه عايزين ان هم ينجزوها. في حاجه برضه لكل شركه في العالم اسمها ميشن ستيتمنت. تمام. دلوقتي لما ابدا اي شركه لازم ان انا اكتب الميشن والفيجن ستيتمنت دي. طب ده عباره عن ايه؟ لو دورت دلوقتي على اي شركه في العالم، ممكن مثلا دلوقتي حتى تجربه اي شركه تتخيلوها، شركه جوجل، شركه تشات جي بي تي، شركه تسلا، اي شركه ممكن تتخيلوها، اكتب الشركه دي واكتب ايه هي الميشن ستيتمنت بتاعها. الميشن ستيتمنت دي عباره عن الجمله اللي انت بتقراها فبتقول الشركه دي بتعمل ايه بالظبط، او الشركه دي بتهدف انها تعمل ايه بالظبط كمان كام سنه. طب المنحه التركيه ايه هي الميشن ستيتمنت بتاعها؟ الميشن ستيتمنت بتاعها اللي هو to attract talented international students and researchers to pursue higher education in Turkey. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ انها تجذب اللي هم الطلاب اللي هم الطلاب الاجانب الموهوبين والباحثين برضه الموهوبين ان هم يدرسوا في الهاير انستتيوشنز او الجامعات اللي موجوده في تركيا. while simultaneously fostering global cooperation and mutual understanding among different societies. يعني ايه؟ ان احنا نعزز التعاون اللي هو التعاون العالمي ما بين التعاون العالمي والفهم والتبادل الثقافي ما بين اللي هو مختلف المجتمعات حوالين العالم. فده الكلام اصلا اللي كنت بقوله كل ده. فعشان كده هي دي الاهداف بتاعت اي منحه، ودلوقتي طبعا بتكلم عن المنحه التركيه يعني. بس فطبعا لازم نكون فاهمين النقطه دي كويس جدا يعني ايه عشان يعني نخلي الكلام بتاعنا كله متركب على الكلام ده. طيب اعتقد ما فيش اي سؤال في النقطه اللي فاتت دي، كل الكلام ده كلام بسيط ومقدمه بس. طيب ازاي نختار الميجور بتاعنا؟ طب هو ليه اصلا الميجور او اختيار التخصص اصلا بيكون حاجه صعبه، وبنحس انها يعني حاجه فعلا قرار فعلا تقيل فعلا وبياخد مننا وقت طويل قوي؟ لان دي حاجه بتحدد مستقبلنا كله، ونحس انها بتحدد مستقبلنا كله. دي حاجه انت ممكن ما تقدرش ان انت تغيرها، دي حاجه برضو ان انت بتخليك في شغلانه ممكن تكمل فيها 30 40 سنه قدام. فدلوقتي تختار التخصص ده بيكون حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. وبالنسبه للابلكيشن منها، اختيار التخصص ده انا شايفه بجد اهم حاجه في الحاجات دي كلها. انت لو مختار التخصص بتاعك صح فخلاص هتقدر ان انت تتكلم بوضوح، هتقدر تتكلم باريحيه عنه. مش هتقدر تحاول بقى ان انت تفورس او ان انت تحاول تخترع كلام او تحاول ان انت تقول اي كلام وخلاص. لا، لان الكلام ده هيكون اوريدي طالع من جواك انت او نابع من جواك انت. فاختيار التخصص الصح ده في المقام الاول هو اول حاجه اللي احنا لازم نركز عليه. وحتى اصلا اللي احنا لازم نكون مركزين عليه لحد السيشن الجاي، ان كل واحد فينا بس ان هو يكون مختار التخصص بتاعه. بس كده، انا مش عايز اي حاجه اكتر من كده. انت مختار التخصص بتاعك صح، اي كلام بعد كده هنبنيه هيكون سهل جدا. بس تختار التخصص بتاعك صح. والاهم ان انت تكون ليه مختار التخصص ده، مش مهم التخصص خالص، لا المهم ان انت ليه تكون مختاره. تمام. طيب what major are you thinking about rate your competence 1 to 10. طيب خلينا نعمل كده حاجه تفاعليه. انا عايز بس ايه الناس اللي مختارين التخصص بتاعهم يرفعوا ايدهم دلوقتي، والناس اللي واثقين منه فعلا، واثق منه وعندك اسباب ان انت مختار التخصص ده. مظبوط. ماشي تمام. طيب خلينا بقى ايه نسال بقى سؤال مهم قوي. السؤال ده بجد فادني هو اصلا بشكل شخصي يعني. السؤال بيقول لك ان دلوقتي لو انت حطيت الفلوس على جنب وحطيت السكيلز او المهارات اللي انت هتتعلمها مثلا من الوظيفه دي على جنب، ايه هي الحاجه اللي انت لو درستها او الحاجه اللي انت لو اشتغلتها هتبسطك عامه؟ السؤال ده مهم قوي. لو انت حطيت فلوس على جنب، حطيت الحاجات اللي هي الماديات دي على جنب، ايه الحاجه اللي انت لما تعملها هتحس ان انت مبسوط فيها، بعيدا بقى عن كل الحسابات اللي هي بتاعت الناس الكبار دي يعني؟ السؤال ده بجد يعني هو حرفيا اللي غير كل حاجه. انا في الفتره اللي وانا كنت بختار التخصص بتاعي كنت بجد بدور بشكل عشوائي جدا على كل التخصصات تقريبا يعني. انا كنت محدد عامه ان انا هتخصص في تخصص هندسي، بس كنت بدور في التخصصات الهندسيه المختلفه يعني. فكنت مثلا ايه مش عارف احدد انهي تخصص بالظبط يعني. انا عايز هندسه بس مش عارف انهي تخصص بالظبط من التخصصات الهندسيه. فمثلا من احد الطرق اللي كنت بقول عليها، طب ما اشوف ايه التخصصات الهندسيه من حيث الاعلى في بالنسبه من حيث الرواتب يعني.
فكنت ببص مثلا على مواقع بقى ايه هي التخصصات الهندسيه من حيث اعلى راتب، فجبت اللي هي بتاعت اعلى راتب، وليكن مثلا هندسه بترول، دي كده عندي اول اوبشن. مثلا تاني اعلى واحده من حيث الراتب، فيلا دي تاني اوبشن، وهكذا بقى. فلما جيت افكر فيها بعد كده جيت ابص على التخصصات دي، التخصصات دي مش هي الحاجات اللي لها علاقه بالشخصيه بتاعتي تماما يعني. تمام. فعشان كده ايه قلت ان انا اسيب الماديات دلوقتي على جنب، خلينا نفكر في الحاجات اللي انا فعلا مهتم بيها. لما بدات اسال نفسي السؤال ده، وبدات اركز على الحته دي بالظبط، انا بس مهتم ايه، وايه الحاجات اللي انا فعلا بحبها، وصلت فعلا للتخصص اللي انا بحبه بعيدا بقى عن كل الحاجات دي. خلينا نخلي بقى الموضوع عباره عن ستيب باي ستيب، حتى لو عايزين تكتبوا في ورقه وقلم يعني. او خليها خلاص ان انا هبعت لكم ريكورد تبقى تسمعوا السيشن يعني، وحتى الناس اللي مش معانا في الكورس انا برضه ممكن ارفع الريكورد على اليوتيوب، ممكن برضه تبقى تسمعوا تاني. بس ايه لو عايزين تكتبوا اي حاجه ورقه وقلم دلوقتي مفيش اي مشاكل. طيب اول حاجه عشان نختار الميجور بتاعنا، انت لما تختار الميجور بتاعك او تختار التخصص بتاعك، انت اول حاجه انت بتختار او بتعرف نفسك الاول. تمام. فدي برضه نقطه مهمه، انت لازم تكون عارف نفسك الاول وتعرف ايه الاهتمام بتاعتك الاول قبل ما تختار الميجور بتاعك. سيب التخصص خلاص على جنب دلوقتي، انت بتعرف نفسك بس وبتكتشف نفسك مش اكتر. فاول سؤال تساله لنفسك ايه هي الحاجات اللي انت بتستمتع ان انت تعملها. تمام. بعيدا بقى عن الفلوس والكلام ده. تمام. الحاجه الثانيه ايه الحاجات اللي انت كويس فيها. خليني اوضح لكم الموضوع اكتر. ايه المواد مثلا اللي انت كويس فيها، ايه هي الحاجات الشخصيه اللي انت برضو كويس فيها. او ممكن مثلا نخليها المواد وخلاص، اللي هو مثلا انا كويس في البيولوجي، انا كويس في الماث، انا كويس مش عارف في ايه. تمام. تالت حاجه وات دو اي نوت انجوي، ايه الحاجه اللي انا مش بستمتع بيها. يعني دلوقتي مثلا انا بحب الماث، انا مش بحب البيولوجي، خلاص الموضوع واضح يعني، اكيد انا مش هخش طب. تمام. انا خلاص الهندسه كده كده ايه، او اي حاجه عامه لها علاقه بالماث يعني، سواء حاسبات معلومات او اي حاجه تانيه يعني. تمام. لما نحط كده ايه على في جدول مثلا نقسمه اتنين، على الجانب اليمين انا دي الحاجات اللي بحبها او الحاجات اللي بستمتع بيها، على الجانب الشمال الحاجات اللي مش بستمتع بيها. خلاص هنبدا في حاجات كده ايه معينه نبدا ان احنا نستبعدها تلقائي كده. طيب your major must match at least one thing from each category. ان الميجور بتاعك لازم يعني يكون متناسب مع يعني، او يكون بيجاوب على احد الثلاث اسئله دول. يعني مثلا التخصص بتاعك مش لازم ان هو يكون بيجاوب على الثلاثه دول. يعني مثلا ممكن تكون انت كويس جدا في الماث، او بيكون مثلا تستمتع ان انت بتعمل حاجه معينه، بس في نفس الوقت في حاجه معينه في الميجور بتاعك يعني مش بتستلطفها قوي. ده شيء طبيعي جدا يعني، انت مش كل حاجه طبعا هتكون حاببها في اي حاجه انت تختارها. في بعض العقوبات او في بعض الحاجات اللي انت ممكن ما تحبهاش، بس على الاقل حاجه من الثلاث حاجات دول تكون متوفره في التخصص بتاعك. ساعتها تبدا ايه، ماشي هنحط ايه شرطه كده جنب التخصص ده كده ايه حلو معانا. تمام. طيب الخطوه الثانيه بقى ايه، خلينا بقى ايه نطلع لليفل اعلى شويه، او حاجه بروفيشنال اكتر يعني. نتكلم بقى ايه عن يور فيفورت هاي سكول سبجكتس. لا هو طبعا ده ايه مش بروفيشنال قوي، بس ايه دخلنا في الموضوع بشكل اكاديمي اكتر يعني. ايه هي المواد بتاعت الهاي سكول او المواد بتاعت المرحله الثانويه المفضله بالنسبه لك، تبدا برضو ايه ان انت تحطها. وليه انت بتفضلهم، ده برضو ايه سؤال مهم. انت ليه مثلا الماث انا بحبه عشان انا بحب ان انا اقعد احل المسائل، بحس كده بشعور كويس لما اوصل لحل المساله. بحب البيولوجي عشان بحب ان انا اكتشف جسم الانسان، وبحب ان انا يعني اكتشف اكتر في الحاجات اللي علاقه بالاناتومي بقى بتاعت الانسان وكده. تمام. طيب الحاجه الثانيه، ايه هي نقطه القوه ونقطه الضعف بالنسبه لك، او خلينا سيبنا خلاص من نقطه الضعف، خلينا في نقطه القوه بس. ايه هي نقطه القوه بتاعتك في اكاديميا او شخصيا يعني. تمام. وايه هي الايفيدنس او ايه هي الاثبات على الحاجات دي. ما هو انت مش هتقول نقط قوه وخلاص، مش هتقول انا كويس في الماث والدرجات بتاعتك ممكن تكون مش احسن حاجه. سيبك من الدرجات يعني، ما تقولش برضه انا كويس في الماث وانت مثلا مديك مسائل ماث وكده وانت مش عارف تحل مسائل ماث. تمام. فخلاص انا يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، انا دلوقتي مش كويس في حاجه زي كده، حتى لو انا ذاكرت كتير وكده فخلاص انا مش حاجه زي دي انا مش هقدر ان انا اكمل فيها، فخلاص اسيبها على جنب. تمام. ابدا ان انا احدد الاكاديميك او البيرسونال ايه، بيرسونال سترينث، بكون طبعا امين مع نفسي بشكل كامل. وطبعا اهم حاجه ان كل حاجه من دول يكون عليها اثبات معين في حياتك، سواء حاجه انت عملتها او الجريدز او الدرجات بتاعتك. تمام. طيب وات كايند اوف لايف دو اي وونت، ايه هي نوع الحياه بالظبط اللي انا عايزها. ايه الحياه ايه شكل الحياه بالظبط اللي انا عايزها، سواء مثلا من ناحيه الشغل مثلا ده هيكون طبيعه الشغل بالظبط هيكون ايه بالظبط، عدد الساعات بتاعت الشغل هتكون ايه. عدد الساعات عامه في الاغلب الشغلانات هتكون غالبا اللي هو من 9 ل 5 والحاجات دي يعني. بس طبعا في شغلانات بتكون فليكسبل اكتر، او بتكون فيها اريحيه اكتر، مش بتكون فيها كل الضغط ده. فايه هو اللايف ستايل بتاع حياتي، وهو ايه هو الحياه اللي انا عايز اوصل لها بالظبط. تمام. ايه هي الحاجه اللي بتفرق لك اكتر في الوظيفه اللي انت هتاخدها في المستقبل دي. هل مثلا اللي هو الهاي سالري اللي هو يكون في مرتب كبير، طبعا كلنا عايزين مرتبات كبيره يعني، بس عشان كده كنت بقول لكم شويه
ان انت شوف الاول الحاجه اللي انت بتفضلها بعيدا عن الفلوس. لو انت بجد متفوق في حاجه، وده مش كلام خلاص، انت لو متفوق في حاجه هتقدر ان انت توصل لبوزيشن معين، هتقدر ان انت تكسب برضه منه فلوس كتير، او تعمل بيزنس مع نفسك بعدين تجيب برضه منه فلوس كتير. فانت بس لازم تكتشف الحاجه اللي انت فعلا كويس فيها والحاجه اللي انت بتحبها. تمام. فعشان كده انا بفضل بصراحه، او شايف ان ده اهم حاجه كمان من الشغل، من اللي انت تشوف الشغلات اللي فيها سالري كبير، او التخصصات مثلا اللي هتوصلك لشغلانه فيها سالري كبير وتحطها وخلاص. لا، شوف الحاجات اللي انت بتحبها الاول، والحاجات اللي بتناسب مع شخصيتك انت. طيب، عايز مثلا الشغلانه دي يكون فيها كرياتيفيتي ولا ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا بحب الحاجات اللي فيها كرياتيفيتي وفيها رسم وبتاع، فابدا مثلا ان انا ايه، اميل لفنون جميله، او اميل للحاجات اللي فيها فن، فيها ادب، الكلام ده. تمام. بس فدي كده ايه، دي كده تاني خطوه يعني، الخطوه البروفيشنال اكتر شويه. طيب هنبدا بقى ايه، ان احنا نخش في الجد شويه. هنبدا ان احنا نعمل حاجه اسمها انترست تو ميجور مابينج. هو اصلا مرحله اختيار التخصص ده عباره عن ايه؟ انت اول حاجه بتحدد الانترست، او بتحدد الاهتمام بتاعك. دي كده الصوره الكبيره خالص يعني، انت عندك اهتمام معين. بعدين بتبدا تخصص الاهتمام ده شويه، تبدا تحدد الفيلد اللي انت عايزه بالظبط، او ايه هو المجال اللي انت عايزه بالظبط بشكل عام. يعني مثلا مجال الهندسه، او مجال البرمجه، مجال التكنولوجيا. تمام. بعدين بتبدا بقى كده تحدد الميجور، او تحدد التخصص بعدها. فالتخصص ده اخر حاجه خالص، اللي هو الحاجه الصغيره خالص يعني. فانت الاول بتحدد الاهتمامات، اللي هي الكلام اللي احنا كنا بنقوله في السلايدز اللي فاتت. بعدين بتحدد ايه، بتحدد الفيلد، الكلام اللي هنقوله في السلايدز ده. من الفيلد ده بنبدا بقى نحدد ايه التخصص بتاعنا. طيب، دي كده ايه يعتبر الفيلدز، او المجالات اللي موجوده في الدنيا كلها. عندك مثلا اول حاجه الميديسن والهيلث، اللي هو الصحه والطب. تاني حاجه الهندسه والتكنولوجيا. ثالث حاجه البيزنس والايكونومكس، البيزنس والاقتصاد. رابع حاجه الارتس والديزاين، الحاجات اللي لها علاقه بالفنون والديزاين وكده. الحاجه الخامسه الكوميونيكيشن والميديا، اللي هي الصحافه، الاعلام، التواصل، هكذا يعني. العلاقات مثلا، العلاقات اللي هي الدوليه يعني. سادس حاجه اللو والبوليتكس، الحاجات اللي لها علاقه بالقانون، المحاماه، السياسه، وهكذا. الاديوكيشن واللانجوج، لو مثلا حاجات لها علاقه بان انت تكون مثلا مدرس، او ان انت تكون بتدرس لغه معينه. ألسن مثلا، اللي هو حاجات لها علاقه باللغات. تمام. في برضو الساينس والانفايرمنت، الحاجات اللي لها علاقه بعلوم الفيزياء، علوم الكيمياء، الحاجات دي كلها. تمام. فدلوقتي من الحاجات دي كلها انت هتختار بس ايه، حاجتين بس. تمام. او ثلاث حاجات بالكتير قوي، بس يعني ايه، عشان بس نضيق النطاق بتاعنا، فايه من حاجه واحده لحاجتين. انا اختار بس ايه، حاجه من دول. اوكي. طيب هنبدا بقى ايه دلوقتي في مرحله الاي اي. هنبدا نكتب برومبت ده للاي اي. انا برومبت عامه خلاص مجهزه لكم، هتاخدوه بس كوبي وتحطوه بيست على طول للاي اي يعني. تمام. هتقول له I'm a student exploring potential majors based on my interest and strength. اوكي. Please consider the following information to suggest 5 suitable majors. طبعا انتوا اكتبوا بالعربي زي ما انتوا عايزين، انا بس ايه البرومبت ده خدوه كده، والكلام اللي انت هتكتبوه اكتبوه بالعربي عادي جدا، وقولوا لشات جي بي تي يجاوبنا بالعربي. تمام. طيب. بعدين هقول لكم بس الكلام ده معناه ايه. الكلام ده معناه ان انا دلوقتي طالب بدور على البوتنشال ميجرز، او اللي هو التخصصات المحتمله اللي انا ممكن اقدم عليها. تمام. based on my interest and strength، بناء على الاهتمام بتاعتي، وبناء على نقاط القوه بتاعتي اللي احنا اوريدي خلاص حددناها وكتبناها. تمام. please consider the following information. حط المعلومات اللي اديتها لك دي في الاعتبار بتاعك، عشان نختار 5 ميجرز او 5 تخصصات ممكن ان انا اتخصص فيهم. تمام. فانا هقول له ممكن تختار لي 5 تخصصات، اللي هو اعلى حاجه ايه، 5 تخصصات من حيث اللي هو ايه الريليفنسي، او المناسبه مع شخصيتي يعني. تمام. طيب. طيب، في حاجه هنا مهمه بقى ايه، ان احنا هنعمل حاجه اسمها ماستر برومبت. يعني ايه ماستر برومبت؟ دلوقتي من كل الداتا اللي احنا جمعناها من هنا، اللي هو مثلا وات دو اي انجوي، وات ام جود ات، الحاجات دي كلها، الاسئله برضو دي لما نجاوبها، الحاجات دي كلها برضو لما نجاوبها، هنبدا نجمع كل الحاجات دي ونحطها في مسج واحده. دي حاجه اسمها ماستر برومبت، اللي انا دلوقتي بعمل برومبت بيكون فيه كل البيانات بتاعتي. تمام. والبرومبت ده هنبدا ان احنا برضو نستعين بيه في كل الخطوات الجايه. ان انا دلوقتي بعمل برومبت واحد بس، وكل شويه مثلا ما اوصل لحاجه جديده لها علاقه بيا، ببدا ان انا احطها في البرومبت ده. انا دلوقتي مثلا جات لي فكره لها علاقه بالتخصص بتاعي، او جات لي فكره لها علاقه بالخطاب او كده، بروح حاططها في البرومبت ده. فلما اجي اتكلم مع شات جي بي تي بعد كده، ادي له نفس البرومبت ده. تمام. عشان ما اكونش بتكلم معاه من الصفر وكده، وبرضه يكون عارف كل الحاجات اللي هو ممكن يحطها في الاعتبار. تمام. فهو ده الماستر برومبت اللي احنا هنفضل شغالين على طول. هنفضل طول ما احنا شغالين او ماشيين، طول ما احنا ماشيين يعني، نفضل ان احنا نغذيه بالمعلومات،
اول باول عشان يكون عارف كل حاجه عننا. تمام، اهم حاجه بجد شات جي بي تي ان هو يكون عارف كل حاجه عنك. حتى انا اول الكلام لما اتكلمت معاه قلت له I'm a student exploring potential measures، اللي هو انا طالب بقى عايز كذا كذا، فانا قلت له ان انا مين، بعدين قلت له انا عايز ايه، بعدين قلت له انا عايز منه ايه. لكن اغلب الناس بتخش تقول لشات جي بي تي انا عايز كذا كذا بس، من غير ما تقول له انا مين ولا عايز ايه منك بالظبط. لا، انت لازم تقول تعرف له انت مين عشان يرد عليك اصلا بناء على انت مين بالظبط. تمام، فالنقطه دي برضه مهمه. طيب بالنسبه برضه ايه لحوار الاجابات وكده يعني، احنا ممكن مثلا نكتبها ازاي؟ ممكن برضه تخلي شات جي بي تي ان هو يساعدك في حاجه زي كده، ان هو يرتب الافكار بتاعتك يعني. عامه هتكلم على حوار شات جي بي تي اكتر في السيشن الجاي. بس اعتقد مش الموضوع مش محتاج حاجه يعني دلوقتي، فانت مجرد بس هتتكلم معاه تقول له نظم لي بس الافكار بس بتاعتي، ان هو تقول له مثلا انا كويس في كذا، انا كويس في كذا، انا كويس في كذا، فعايزك بس ايه تنظم لي الافكار بتاعتك، وعندي مثلا ادله ان انا كويس في كذا. فايه الحاجات بالنسبه لي ان انا احطها مثلا كاولويه بالنسبه لي، فاهمين قصدي؟ فاحنا ممكن بس نستعين بيه في حاجه زي كده. برضو لو دلوقتي مثلا لو انت مش بتحب ان انت تكتب، مش بتحب ان انت تقعد تكتب بقى كتير وتكتب الحاجات دي كلها، في عندنا ابلكيشن اسمه نوت بوك ال ام. اعتقد كلنا عارفين الاي اي ده، صح؟ اكيد. نوت بوك ال ام هتقدر ان انت تخش والله يا شات جي بي تي او يا نوت بوك، انا كويس في كذا كذا، وبعدين انا بحب المواد كذا كذا، وهكذا بقى لحد ما توصل للسلايز دي. تدي الحاجات دي النوت بوك ال ام، هياخد الكلام ده وبعدين يلخصه لك وينظمه لك كافكار وكده. بعدين هتقول له جهز لي ماستر برومبت، هتقول له حرفيا ماستر برومبت، هو هيفهم اصلا على طول يعني. هيقوم مجهز لك الكلام ده كله على عباره عن ماستر برومبت، وبعدين تبدا ان انت تتكلم مع شات جي بي تي بالماستر برومبت ده على طول. تمام. طيب. اه دلوقتي شات جي بي تي بعد ما انت خلاص اديت له المعطيات بتاعتك، هيبدا ان هو يطلع لك الخمس كورسات اللي انت ممكن تاخدهم. فهتبدا بقى ايه خلال او الخمس قصدي يعني ايه ميجرز او خمس تخصصات. تبدا بقى كده تشوف ايه هي الكورسات اللي موجوده في اول سنه او موجوده في كل السنين بتاع دراستك في التخصص ده. يعني دلوقتي مثلا انا شفت تخصص هندسه معماري، تمام. انا مش عارف ايه هي بالظبط نوع المواد اللي بيدرسوها. فابدا ان انا اسال شات جي بي تي طب ايه بالظبط المواد او الكورسات اللي هم بيدرسوها في حاجه زي كده. بعدين ابدا اشوف هل الكورسات دي انا بحبها، هل الكورسات دي انا ممكن اكون كويس فيها ولا ايه بالظبط. لان ممكن مثلا احب تخصص من بره كده، بس اخش في التخصص الاقي المواد كلها مش ظابطه معايا، مش قادر ان انا اذاكر مواد زي دي، او حتى لو قادر ان انا اذاكرها بس مش مستمتع بيها، فاهمين قصدي؟ بس الحاجه الثانيه what careers might people do with that major. ايه هي الكاريرز او ايه هي نوع الشغلانات اللي لما انت تتخصص في الميجور ده هتوصل لها. ده برضه حاجه مهمه جدا. ممكن تسال شات جي بي تي، ممكن تدور مع نفسك على جوجل عادي، تبدا تشوف كل تخصص من الخمس تخصصات دول ايه هي الكاريرز بالظبط، او ايه هي نوع الشغلانات اللي هم بيشتغلوها، طبيعه العمل بتكون عامله ازاي، وهكذا. برضه لو تقدر توصل لناس اشتغلوا في الحاجات دي قبل كده، او ان هم كانوا في التخصص ده، هيفيدوك جدا جدا برضه يعني. لان انا في الفتره برضه انا كنت بختار التخصص، كان في برضه ناس كنت اعرفهم كنت بسالهم ايه التخصص ده ايه رايكم فيه، بتعملوا فيه ايه بالظبط، ايه المواد اللي بتدرسوها. فكانوا بيدينوا بصراحه معلومات ممكن تكون كمان احسن من شات جي بي تي او احسن من جوجل يعني، لان هو بيديك معلومات من قلب الحدث، فاهمين قصدي؟ بس وطبعا اسالوني برضو، انا لو عندي طبعا معلومه هديها لكم على طول يعني ان شاء الله. ف... فعلى كل بقى ايه، على كل تخصص من الخمس تخصصات دول هتسال نفسك الاسئله دي: هل انا بحب المواد اللي جوه التخصص ده؟ هل انا عندي القابليه ان انا اذاكر مواد زي دي، ولا انا مش هحب ان انا اذاكرها؟ هل في كلير جوب اوبورتيونيتيز من التخصص ده؟ هل في يعني وظائف واضحه من التخصص ده؟ وهل الوظائف دي مناسبه مع شخصيتي ولا ايه؟ تمام. والسؤال طبعا المهم جدا: can I do this for my whole life؟ هل اقدر ان انا اعمل كده على مدار حياتي كلها ولا ايه بالظبط؟ فالسؤال ده برضه مهم ومحتاج ان انت تقعد تفكر برضه فيه بعمق يعني. هل الشغلانه دي خلاص دي هتكمل بيها طول حياتك ولا ايه؟ بس. وطبعا اهم حاجه زي ما قلت لكم ان انت اهم حاجه تكون امين مع نفسك، ما تكونش مخلي الموضوع ماشي على المشاعر بتاعتك. يعني ما تقولش مثلا انا عايز اكون مهندس او عايز اكون دكتور عشان يتقال لي يا باشمهندس، او عشان يقول لي دكتور، او عشان مثلا في ضغط مجتمعي حواليك بطريقه او باخرى يعني. فبلاش ان احنا ندخل بجد الحاجات دي، لان الحاجات دي بجد هتأدي ان انت تختار الميجور غلط يعني 100%. بس فسيب كده كل الحاجات دي على جنب، وخليك بس ايه مركز مع نفسك انت بس، وايه الحاجات اللي انت بتحبها. معلش انا عمال اعيد في الكلام مره واثنين وثلاثه، بس ايه الحوار ده بجد مهم جدا يعني. والناس اللي ما بتختارش تخصص صح فعلا بتتعب، ولحد دلوقتي انا بشوف التعب ده عليهم يعني. بعد كده انا هبدا اتكلم مع شات جي بي تي واقول له الاجابات بتاعتي على كل الاسئله اللي احنا سالناها هنا اهو. تمام. شات جي بي تي بعد كده هقول له يفلتر لي
بقول له بناء على كل الاجابات اللي انا قلتها لك دي، عايزك تقول لي بقى ايه هو الثلاث ميجرز او هو الاثنين ميجرز اللي ممكن يناسبوني بناء على كل الكلام اللي قلته لك ده. فاحنا دلوقتي نبدا ان احنا نضيق النطاق بتاع الميجرز. كان الاول خمسه، دلوقتي وصلنا لثلاثه، بعدين واحده واحده لما نبدا نفلتر ما بين الثلاثه دول، نشوف بقى ايه بالنسبه للمواد، بالنسبه للوظائف وكده، هنبدا نوصل بعد كده ايه الميجر اللي احنا عايزينه في الاخر خالص يعني. تمام. وبرضه حاجه مهمه ان انت مش لازم تكون يعني 100% شور، مش لازم انت تكون متاكد 100%. مفيش حد بيكون متاكد من الميجر بتاعه 100% يعني. انت بس اهم حاجه تكون عندك اسباب واضحه تخليك ان انت تختار الميجر ده، لان ده اللي هيفرق معاك في الكتابه في المنحه يعني. تمام. طول ما انت محدد الاهداف بتاعتك كلها، طول ما انت محدد انت ليه مختار الميجر ده، فهتحس ان الكلام بتاعك كله واضح والكلام بتاعك كله بيميك سنس او منطقي يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم مع بعض شويه بقى ايه. انا حابب ان انا اسمعكم يعني. مين اللي اختار الميجور بتاعه؟ مين ايه الاسباب بتاعته بالظبط؟ حتى لو اسباب عامه جدا مفيش اي مشاكل. حتى لو تقول مثلا انا عايز اساعد الناس، انا عايز مش عارف اعمل ايه، كل الحاجات دي عادي جدا يعني. مين يحب ان هو يتكلم؟ ثانيه انا هفتح دلوقتي المايكات عادي. برضه لو حد عنده سؤال مثلا بالنسبه للميجور بتاعه يقدر ان هو يساله يعني. ثانيه واحده يا اسماء. انا خلاص فتحت المايكات يعني، اي حد ممكن يفتح المايك عادي. تمام، اتفضلي يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت عايزة أسأل بس مش الميجور، بس أنا كنت عايزة أسأل في نقطة حضرتك قلتها من شوية. طبعا. إن أنا لما أكتب في خطاب النية إن أنا أحسس المنحة إن قد إيه لو قبلوني إن أنا هيكون ليا تأثير وكده، في مهم. نفس الوقت مش كأني مستغنية يعني، حضرتك فاهم؟ فأنا طيب. كنت حاسة إن إزاي أعمل النقطة دي يعني، إزاي أضبطها يعني تكون مم. متوازنة يعني، ده سؤال حلو. قصدي يعني. مم. بص انا ممكن مثلا اقول لك مثال من الخطاب بتاع النية بتاعي. انا دلوقتي مثلا قلت لهم، انا حتى كنت اتكلمت برضه عن النقطه دي في خطاب النيه لما كنت شرحته قبل كده حتى على اليوتيوب. كنت كلمتهم مثلا ان انا عندي تشالنج مثلا معين في مصر، في مثلا صعوبه معينه في مصر يعني، سواء مثلا صعوبه من ناحيه التكنولوجيا، سواء صعوبه من ناحيه التعليم مثلا. ان انا قلت لهم برضه التخصص ده اصلا صعب ان انا الاقيه في مصر يعني بنفس الطريقه اللي انا عايزها. فهو ده السبب بالظبط ان انا عايز ادرس عندكم. فدلوقتي سبب منطقي جدا ان انا عايز ادرس عندكم. وبيوضح برضه ايه، مش ان انا محتاج المنحه بقى ايه وهمشي وراها قوي وكده، فاهم قصدي؟ فدلوقتي بس انا بقول لهم ان انا عندي تشالنج معين في مصر او عندي نقطه ضعف معينه في مصر، فعشان كده انا عايز ادرس عندكم. وطبعا المنحه هتوفر لي بقى ايه، هتوفر لي برامج معينه عندكم، هتوفر لي انشطه معينه اقدر ان انا اعملها، هتوفر لي ان انا هكون طبعا في بيئه مع ناس مختلفه طبعا عني كتير يعني، فطبعا ده هيأثر على شخصيتي بشكل كبير يعني. تمام. الحاجه الثانيه بالنسبه لنقطه انا هقدم لهم ايه، انا كنت كلمتهم على بروجكتين او على مشروعين انا عملتهم قبل كده، او مش مشروعين عملتهم، في مشروع انا عملته وفي مشروع انا كنت بخطط ان انا اعمله. المشروع الاول اللي انا عملته هو مشروع فعلا اللي عملته في المرحله الثانويه، كنت بتكلم عن عن الاحتباس الحراري وعن ثاني اكسيد الكربون، يعني كان حاجه كده ايه باستخدام الاي اي وباستخدام الجهاز اي او تي يعني وكده. تمام. ما علينا من التفاصيل التكنيكال دي. فقلت لهم ان انا عملت المشروع ده قبل كده، فعايز اعمل مشروع زيه في تركيا ان شاء الله لما اوصل يعني. وتركيا بالنسبه لي كان ساعه ما كنت بكتب الخطاب يعني، كان ساعتها ايه، حوار الزلازل ده كان معروف في تركيا يعني، ان كان بيحصل بقى فيها زلازل وكده يعني. تمام. فقلت في الخطاب بتاعي ان انا هعمل برضه مشروع عشان يعالج موضوع الزلازل اللي بتحصل ده. طبعا مش هيعالجها يعني، قصدي ان هو يتوقع الزلازل دي ممكن تحصل امتى بناء على بعض المدخلات المعينه يعني. تمام. بس فوصلت لهم فكره ان هو ايه، ان هم يحتاجوا المشروع ده بتاعي. حتى في الانترفيو برضه لما رحت لهم قلت لهم ان انا عايز عايز برضه ايه، ان انا اروح تركيا لان هي فيها المناخ او فيها اسمها إيه دي البيئه المعينه اللي انا عايز، اللي اقدر ان انا انفذ فيها المشروع بتاعي ده. فدلوقتي ايه، انا دلوقتي محتاج لتركيا عشان انفذ المشروع بتاعي. فاهم الفكره اللي انا وصلتها لهم. كذلك برضه في حاجات تانية كتير برضه ممكن تطبقها فيها دي. يعني مثلا لو في مرض معين انت تشتغل عليه او ريسيرش معين تشتغل عليه، ففي معمل عندكم، في معمل مثلا في جامعه معينه، او في حاجه مثلا عندكم مش موجوده انا عندي في مصر، فاقدر ان انا ايه استغلها عندكم. فممكن نجيبها لهم من النقطه دي، بدل ما اجيبها لهم من ناحيه ايه، ان انا محتاج لكم عشان انا عايز مش معايا فلوس وعشان طبعا مش معايا فلوس يعني. تمام. بس مش لازم ان احنا اقول لهم كده، لا انا هجيبها لهم بطريقه ثانيه خالص يعني. تمام. بس فهي دي التوازن ممكن نحققه بالطريقه دي يعني. وطبعا في تفاصيل تانية كتير طبعا يعني هتكلم عنها ان شاء الله في الخطاب بتاع النية. شكرا حضرتك.
لو سمحت، لو كنت إمم. عايزة أسأل سؤال. طب لو أنا مختارة تخصُّص معيّن ويعني جِبت خطابات توصية من دكاترتي ومُدرّسيني في المدرسة، سواء ماشي، ثانوي ودكاترة في الجامعة، بس حلو. مش عندي زي ما حضرتك بتقول خطة، لإن المجال يعني هو مجال تغذية تبع دراستي في الكُلّية، يعني أنا خدت سنتين في الجامعة في القاهرة، تمام. تمام؟ فيعني المفروض هابدأ من أولى جامعة بقى هناك لو إن شاء الله اتقبلت، ده السؤال فهاعمل بتاعِك مثلًا يعني؟ هو أنتِ فعلًا فازاي هتبدئي من أولى بالضبط؟ جامعة هناك إيه؟ بالفعل هتبدئي من أولى جامعة هناك بالضبط. آه. هو أنتِ الأول بتروحي بس إيه، تاخدي أول سنة اللي هي السنة بتاعة اللغة هناك، وبعدين تبدئي التخصص بتاعِك يعني. للأسف ما ينفعش إن أنتِ تكمّلي برضه. لإن عندي واحد صاحبي برضه كان هو ماستر، كان هو مخلّص برضه إيه، بكالوريوس، كان اسمه التخصص صحافة وإعلام تقريبًا يعني في جامعة القاهرة. بعدين جه يدرس ماستر عندنا، كان هو برضه بدأ ماجستير في جامعة القاهرة في مصر. بعد خلّص أول سنة منه، بعدين لمّا ييجي عندنا بدأ من الصفر عادي جدًا يعني. وأغلب الناس برضه اللي بتيجي بتعمل كده. ما فيش حد ينفع إن هو يكمّل يعني. يعني ما ينفعش إن أنا أبدأ من تانية هناك، صح؟ لازم أولى وسنة تحضيرية تمام. لأ للأسف لازم تبدئي من سنة تحضيرية وبعدين سنة أولى. ما فيش حوار اللي هو طيب المعادلة بقى إيه وكده. طيب معلش، لو مثلًا إيه المجالات اللي لازم ليها مشروع أو خطة عشان مثلًا تزوّد نسب القبول؟ قصدِك إيه بالمشروع أو الخطة؟ زي ما حضرتك دلوقتي وضّحت إن أنت كتبت في إن حضرتك عايز تعمل خطة عندهم في تركيا، أي فدي الفرص أي يعني مجال. أي مجال. كل المجالات بتحتاج مشروع أو خطة عامةً يعني. هي طبعًا ده اللي بتزوّد فرص قبولها. حتى مثلًا لو هنتكلم عن مجال صحافة وإعلام مثلًا يعني، ممكن نحس إن هو ما يجيش منه مثلًا مشروع أو خطة حاجة لها علاقة بالتكنولوجيا أو كده. لأ، مش لازم إن هو يكون حاجة لها علاقة بالتكنولوجيا أو حاجة technical وكده. هو ممكن مثلًا تكون إن أنا عايز أعمل برنامج معين فيما بعد. البرنامج ده هانفذه مثلًا في تركيا. فاهم قصدي؟ أو عايز أعمل شركة مثلًا معينة أو مشروع معين بعدين، وهكذا يعني. ممكن مثلًا نتكلم عن مبادرة معينة إحنا عايزين نعملها برضه، حتى بشكل عام، مش لازم إنها تكون لها علاقة بالتخصص أوي، بس نتكلم عن مبادرة معينة نربطها بقى إيه بتركيا أو نربطها بالحوار السفر وكده، إن هي تكون بيئة مختلفة عننا، فإحنا عايزين نطبّقها في البيئة المختلفة دي. بس فما هي مش لازم تكون حاجة لها علاقة بالتكنولوجيا وهكذا. تمام، شكرًا لحضرتك جدًا. تمام. طيب خلّينا بس إيه نسيب الأسئلة للآخر، ولو حد عايز يتكلم عن الmajor بتاعه دلوقتي يرفع إيده وممكن نتكلم مع بعض عليه عادي يعني. طيب في برضه بعض المصادر اللي أنا سايبها لكم في الآخر، دي تيستات أو اختبارات كده لذيذة يعني ممكن تخشوها. تفضلوا تجاوبوا إيه شوية أسئلة شخصية وكده وتقيّموا حاجات من 1 ل10 لحد ما توصلوا بقى إيه للتخصص بتاعكم في الآخر. يقول لك مثلًا التخصص بتاعك إيه ممكن يكون أقرب حاجة كذا، فممكن برضه إيه تعملوا حاجة زي كده. تمام. طيب قبل بس ما نكمل الsessions الباقية كلها، في حاجة مهمة لازم نعملها من دلوقتي إن إحنا نعمل check list عندنا. check list اللي هي قايمة كده بنعملها، اللي هو to do list يعني كلنا عارفينها. قايمة كده نعملها وكل طبعًا ما نخلّص حاجة نعمل عليها صح. فأول حاجة عندنا إن إحنا بنchoose الmajor بتاعنا وبنختار الmajor بتاعنا، طبعًا ده اللي إحنا الهدف بتاعنا بعد المحاضرة دي. تمام. الحاجة التانية إن إحنا نملى الsections الرئيسية في application المنحة، اللي هي البيانات الشخصية، الeducational background أو البيانات اللي لها علاقة بالتعليم وكده. تمام. بعدين نملى الexperience والvolunteer work sections. كل الحاجات دي طبعًا موجودة في الsections الرئيسية في المنحة. بعدين نبدأ نخش بقى في الأوراق اللي هو الmotivation letter، بعدين الrecommendation letters. تمام. برضه هابدأ إن شاء الله على الجروب بتاع المنحة يعني هاقول لكم من دلوقتي يعني على الrecommendation letters. محتاجين نعمل كمان recommendation letter وكده، بس برضه عشان الناس اللي مش موجودين في الكورس. الrecommendation letters العدد المحبذ يعني إن هو يكون من 3 ل4 recommendation letters يعني. دلوقتي معاك أقل من كده ماشي تمام، بس هو إيه 3 4 برضه إيه هو الرقم بصراحة إيه اللي أنا دايمًا باشوفه عند الناس اللي اتقبلت يعني. تمام. في ناس برضه بتوصل ل5 6 يعني، بس باشوف إن ده over أوي، يعني 3 4 كده إيه في النُص كده كويس. بعد كده هنتكلم عن ترتيب الجامعات. تمام. بعدين هنتكلم عن الCV إزاي نعمله وكده. تمام. فهو ده بالضبط الترتيب اللي إحنا هنمشي بيه في السيشنات الباقية، وهاكلمكم طبعًا على الجروب أكتر، هاقول لكم على كل سيشن هيكون إن شاء الله إمتى يعني. بس أهم حاجة دلوقتي إن إحنا نختار الmajor بتاعنا يعني. طيب هنتكلم برضه على النظام بتاع الكورس، برضه الكلام ده برضه إيه للناس اللي حابة ممكن تشترك في الكورس بعد السيشن ده. نظام الكورس هيكون عبارة عن إن أنا بعد كل سيشن هابعت لكم فورمة معينة. الفورم دي هاسيب لكم مثلًا 3 أيام أو يومين، بعد ما تكونوا بقى إيه خلاص شفتوا سيشن تاني أو رجعتوا السيشن يعني، وبدأتوا تطبقوا الحاجات اللي أنتم عملتوها في السيشن دي. الفورم دي هتكون مخصصة بس إن أنتم ترفعوا كل الحاجات اللي هي بتاعتكم بقى،
يعني دلوقتي انا سالتك مجموعه من الاسئله في السيشن ده وقلت لك على مجموعه من الحاجات، تبدا تطبق الحاجات دي وترفعها في الفورم دي. فابدا بعد كده انا اشوفها، اصل احنا مش هنعتمد على الاي اي بس، الاي بس ده مجرد وسيله كده ايه بتساعدنا على جنب، بس المراجعات والفيدباكس او اللي هو آم، اسمها الفيدباكس، اعتقد انتوا عارفين الفيدباكس يعني، ماشي. فالمراجعات والفيدباكس وكده دي هتيجي مننا، مش هتيجي من الاي اي والكلام ده، تمام. فدي حاجه مهمه ان شاء الله هتعملها بعد كل سيشن، يعني ان انا هديلكم فورم تملوها ترفعوا فيها كل حاجه احنا شغالها في السيشن ده. بعدين هيكون في حوار الويكلي فولو اب سيشن، اللي هو هيكون في سيشن اضافيه كل اسبوع، غالبا هيكون كل يوم جمعه، بعيدا طبعا يوم الجمعه النهارده، يعني ان شاء الله هيكون من الجمعه الجايه، الجمعه اللي بعدها، الجمعه اللي بعدها كمان، لحد ما المنحه تقفل يعني. السيشن ده هتكون مخصصه بس للاسئله والاستفسارات، ولو حد عايز يسال عن اي حاجه في العلاقه بالابلكيشن بتاعه. طبعا لو عايزين تسالوني في اي وقت يعني تقدروا تسالوني، او هقول لكم برضه مين اللي تقدروا تسالوه برضه على الجروب معانا. بس مثلا لو عايزين تسالوا عن حاجه معينه، تفصيله معينه في الابلكيشن بتاعك، فنخش مع بعض في السيشن، نبدا ان احنا نتكلم مع بعض، اقول لك دي مثلا ممكن تعملها بأنهي طريقه، لا دي مش تظبط قوي فممكن مثلا نعملها بطريقه ثانيه، تمام. برضه مثلا لو في حاجه مقفله معاك خالص وانت مش عارف ان انت تعملها، فاحنا برضه ان شاء الله ممكن نساعدك فيها يعني. الناس كلها موجوده في التيم يعني، كلها بجد يعني بتساعد جدا وتقدر انها تساعدك في اي وقت، تمام. طيب ايه اللي مطلوب مننا قبل السيشن الجاي؟ مطلوب مننا ان احنا نملى البيانات الرئيسيه كلها، بيانات العيله والبيانات الاكاديميه، اللي هو ايه نرفع الشهادات والكلام ده. تاني حاجه ان احنا نحضر كل الشهادات بتاعتنا، كل الشهادات اللي احنا خدناها من كل حاجه، شهادات حفظ القران، شهادات لها علاقه بالرياضه، شهادات لها علاقه بالمدرسه مثلا، شهادات تفوق وكده. بس شهادات التفوق اللي هو مثلا من المدرسين بقى، ايه اللي هو المدرس يكتب لك انا بكرم الطالب كذا كذا عشان تفوقه وعشان سلوكه وبتاع، الحاجات دي مالهاش لازمه قوي يعني، تمام. فخلينا بس في الشهادات ايه اللي هو لها علاقه بالرياضه، لها علاقه بالمدرسه نفسها، تمام. طيب برضو عايزين نكتب بس ايه عن الهوايات بتاعتنا، عايزين نكتب باراجراف كده صغير، مش لازم حتى يكون بالانجلش يعني، بالعربي بس، عن الهوايات بتاعتنا وهكذا. بعدين نكتب عن السبيشال تالنتس بتاعتنا، لو اكيد طبعا كل واحد عنده سبيشال تالنت او عنده موهبه معينه يعني. برضه هكلمكم اكتر عن الموهبه، وهكلمكم اكتر عن الهوايات في السيشن الجاي. بس عايزكم بس دلوقتي تفكروا كده ايه بشكل عام، ايه الهوايات بتاعتي بالظبط، ايه هي السبيشال تالنت، او ايه الحاجه اللي بتميزني بالظبط يعني. فعايزكم بس ايه ان انتوا تعملوا درافت كده وتفكروا في الحاجات دي لحد السيشن الجاي، وهنتكلم عنها بشكل اكبر، وهنتكلم برضه عن ازاي نكتب الحاجات دي كلها، تمام. بس كده، خلاص كده تقريبا خلصنا السيشن دلوقتي. بس ايه نسمع الاسئله بقى. أنا متأكد إن أنت عندكم أسئلة كتير. أي سؤال بقى له علاقة بالمنحة يعني أو الميجرز وكده يعني. اتفضل يا يوسف. السلام عليكم، اخبارك يا باشمهندس؟ وعليكم السلام، ازيك يا يوسف، عامل إيه؟ الحمد لله والله بخير، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. انا كنت ناوي اقدم علاج طبيعي ان شاء الله. إن شاء الله، قلت إيه انا كنت باخد كورسات يعني وكده في منصه ينفع، كنت قلت لك انا قبل كده. مهم. فبالنسبه للمجال نفسه، اخد كورسات في المجال نفسه ولا الكوميونيكيشن سكيلز نفسها؟ الاتنين مهمين جدا عادي. طب بالنسبه لعدد الشهادات بقى، احط كتير ولا عدد معين ولا عدد لا لا قليل؟ لا، مش لازم عدد كبير. والله لو حطيت مثلا 4 5 شهادات مش مشكلة، يعني مش هو لازم انا إن عندي أنت شهادات تعدل كتير عدد بس الفكره الشهادات. هو انا عندي مم. كتير بس الفكره كان في ناس كتير بتقول حط قليل وما تحطش كتير بقى، عشان ما الحاجات دي ملهاش لازمه يعني، فاهمني؟ في الآخر كده هو كواليتي أوفر كوانتيتي، الجودة أهم من اه العدد، دي أهم حاجة. طبعا. بس شوف الحاجات اللي مهمة فعلا بالظبط في الأبلكيشن بتاعك تحطها، وطبعا هتوريني الشهادات كلها وهقول لك ايه اللي تحطه بالظبط وما تحطوش يعني. بس انا بقول لك بشكل عام انت ايه تقييمك لنفسك عامل ازاي، فاهم قصدي؟ خلاص تمام، مفيش مشاكل، تسلم يا باشمهندس. حبيبي، عفو. موضوع الشهادات بجد دي نقطة مهمة، لأن أنا كنت رافع سكة 27 شهادة وفي حاجات ما كانش لها أي لازمة خالص يعني. بس أنا حتى لما رحت المقابلة ما كنتش رحت بالشهادات دي كلها، رحت بس بالحاجات المهمة منهم وخلاص. فبلاش إن إحنا نفضل نرفع في شهادات كتير وخلاص عشان نفضل نخلي اللي فيه يعني منظر حلو يعني. لا، المنظر مش بيكون حلو ولا حاجة، المنظر حلو لو الشهادات دي فعلا مهمة يعني. اتفضل يا يوسف. بالنسبة للإنجليش، علشان الإنجليش ده مشكلة برضه. أنا كنت جايب مجموع كويس يعني في ثالثة ثانوي، بس الفكرة بقى شهادة الأيلتس والكلام ده ما كنتش بذاكر فيه كويس يعني. لا لا، مش مهم شهاده ايلتس ولا اي حاجه، شهاده الايلتس دي او التويفل دي بيكون لو انت عايز تقدم الانجليش، انما دلوقتي انت هتقدم بالتركي اصلا، مش مهم الانجليش بتاعك يكون أنا ما كويس خالص. بتأثرش خالص على التقديم؟ مش ايه؟ مش بتأثر خالص على التقديم أو تقلل من فرص القبول أو نهائي، الكلام ده؟ نهائي خلاص. خالص. تمام، مفيش مشاكل. ولو على حوار الكتابه آه. بالانجليش بقى في الابلكيشن نفسه، فدي ان شاء الله هنتكلم فيها مع بعض يعني. وطبعا هنستخدم الاي اي، هنشوف برضه ايه ممكن ازاي نعدل الجرامر الكلام ده،
فالحاجات الدنيا دي نظبطها مع بعض يعني مفيش مشاكل. خير ان شاء الله. طب وكنت عايز اقدم على اكتر من منحه برضه، يعني اشوف كذا منحه اقدم عليها. مفيش اي مشاكل، لأن زي ما قلت كتير قوي وهقولها تاني ان الكورس ده لاي منحه عادي، وانا برضو معاك لو انت عايز تقدم على اي حاجه يعني. ماشي، تسلم يا باشمهندس. اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو أنا كنت شفت فيديو اليوتيوب اللي حضرتك كنت عامله عن التقديم الابلكيشن، مهم. وحضرتك كنت قلت إننا بندخل الجزء بتاع الأكاديميكس، بندخل المعدل اللي دخلنا فيه المرحلة يعني. حضرتك قصدت مثلا ثانوي، أدخل المعدل اللي دخلت فيه أولى ثانوي ولا تالتة ثانوي؟ بس هو غالبا اولى ثانوي يعني، ما اعتقدش ان هو بيكون على فكره بدايه المرحله الثانويه خالص، مش بدايه ثانيه ثانوي، بدايه المرحله الثانويه. في الجامعه بيكون يعني برضو بداية بدايه أولى. دخول الجامعه. بدايه اولى أصل أنا بالظبط. بقدم على بكالوريوس، فهم برضه طالبين الشهادة الإعدادية، فدي برضه المفروض الشهاده أدخلها من الاعداديه دي أولى حاجه ولا من؟ اوبشنال، يعني حاجه اختياريه ان انت تكتبيها. انا كنت بقول لك الشهاده الاعداديه حاجه اوبشن ان انت ترفعيها، حاجه اختياريه مش لازم انت ترفعيها، بس لو عايز ترفعيها حطي برضو من اولى اعدادي. تمام. بس مش بتأثر يعني؟ لا لا، هو اصلا اللي بيكون مطلوب إن الدرجات أرفعها بتاعت وكده مش ثانوي. بيأثر؟ ده مش بيأثر، لا، هو اللي بيكون مطلوب اصلا ان انت ترفعي درجات اولى وثانيه ثانوي بس مش اكتر، لو انت طبعا في ثالثه ثانوي يعني. تمام. أنا حاليا في أولى جامعة، أنا خلاص حاليا يبقى في أولى دلوقتي جامعة، اهم فالمفروض حاجه. أدخل أولى وتانية وتالتة ثانوي. بالظبط، واهم طبعا درجه فيهم هتكون درجه ثالثه ثانوي، يعني دي الدرجه اصلا اللي هم بيقيموا على اساسها. أصل هما برضه طالبين المجموع، فالمفروض أدخل امم مجموع تالتة ثانوي بس ولا الأفريج بتاع 3 سنين؟ هو مفيش يعني مفيش خانه لكل واحده فيهم ولا ايه؟ لأ، هو شفت إن كان في خانة واحدة بس. لا، هتحط الدرجه بتاعت ثالثه ثانوي بس، مش هتحط افريج ولا حاجه، الا بقى لو انت كنت نظام جي بي اي، يعني ده الموضوع بيختلف، ولا انت كنت ثانوي عادي. لأ، ثانوية عامة. وفي حاجة خلاص. تانية معلش، هو إحنا مجموعنا كان من 320، وهو مش تمام. موجود الماركتنج سيكشن ده عندهم، فالمفروض أختار 100 وأحوله لنسبة مئوية. بالظبط، بس انا افتكر ان هو كان موجود عادي، ولا ما عادش موجود ولا ايه؟ بس عامه لو لأ، مش موجود موجود حوليه 400 نسبه مئويه و410. عادي. حوليه نسبه مئويه عادي جدا. خلاص تمام، شكرا. معلش ممكن سؤال أخير؟ اكيد طبعا. هو الدبلومة والترانسكريبت دول اللي هم شهادة نجاح ثانوية عامة وبيان الدرجات، ولا هم نفس الحاجة؟ ال- الدبلومه اللي هو ده شهاده ثالثه ثانوي. الترانسكريبت المفروض ان اللي هو أنا شهاده أخضر اللي هو درجات اولى وثانيه ثانوي. تمام. طب نفترض اه دلوقتي مثلا ان يعني انت مش معاكي درجات اولى وثانيه ثانوي دلوقتي، ارفعي درجات ثالثه ثانوي تاني عادي في نفس الخانه، بس يعني الترانسكريبت أدخل في كملي عادي. يعني أدخل في الترانسكريبت أولى وتانية وفي الدبلومة تالتة. بالظبط، الترانسكريبت اصلا هو معناه في كل حته اساسا ان هو درجات اولى وثانيه ثانوي. تمام. و... وبتاع التالتة دي اللي هي كان لونها أخضر اللي خدناها من المدرسة، صح؟ ايوه، اللي هي اللون الاخضر دي. شكرا جدا جدا. كان تقريبا. ايوه. اتفضل يا احمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك عن المراحل اللي بيمر بيها الملف بتاعي بعد ما أقدمه. هل مثلا بيمر على نظام زي ال ATS زي ما بتعمل الشركات الكبيرة؟ على أساس كده بقى ممكن أركز أكتر على الكلمات المفتاحية، بحيث إنه لما يتقيم مبدئي يظهر عنده الملف بتاعي فوق، مش تحت. وهل بعد كده بقى بيتفرز على نظام تاني، بعد كده بيبدأ يبص عليه خبراء من المنح من لجنة المنح مثلا، وبعد كده هل الناس بقى بعد كده اللي أنا بقابلهم في المقابلة بيبقوا نفسهم اللي بصوا على الملف بتاعي ولا أنا السنين؟ ده هيساعدني جدا يعني. هي دي اسئله حلوه جدا، بس انا فعلا ما عنديش الاجابه بتاعتها، بس انا هقول لك يعني من واقع الحاجات اللي انا قريتها، من واقع الكلام اللي انا اعرفه عن المنح يعني. اي نظام منح ما ينفعش ان هو اصلا ما يعديش على نظام اي تي اس او اي نظام في الاول كده يعني، لان دلوقتي اصلا بيكون في حوالي 150 الف ابلكيشن، فلازم ان هو يكون في نظام معين بيفلتر كل الابلكيشنز دي.
بناء على ايه بالظبط انا مش عارف الفلتره دي بتكون بناء على ايه بالظبط عشان اكون صريح يعني مش عارف مثلا بتكون بناء على نسبه الاي اي ولا ايه. بس ما اعتقدش على بناء على نسبه الاي اي يعني. بس اعتقد مثلا ممكن تكون بناء على الدرجات ولا حاجه. الدرجات الناس مثلا اللي جايبه درجات تحت ال70 مثلا مش مستوفيه الشروط فتبدا الناس تستبعدها. الناس اللي هي مش مستوفيه عامه الشروط اللي هي الاساسيه تبدا الناس تستبعدها خالص يعني. ولكن كون بقى ان هو بيمر على كذا مرحله كده انا مش عارف بصراحه بالظبط المراحل اللي بيمر عليها يعني. بس هو 100% او اكيد في نظام معين بيمر عليه الابلكيشن بتاعك يعني. وعلى حته الكلمات المفتاحيه ما اعتقدش ان هو هيكون في نظام ان هو هيخلي فيه الناس مثلا اللي حاطين كلمات مفتاحيه بشكل اكبر ان هو يخلي الابلكيشن بتاعك في الاول عندهم. الموضوع مش بيمشي كده لا. ممكن الله اعلم نظام الفلتره برضه بيكون عندهم عامل ازاي. هل مثلا بيخلي نظام الفلتره عباره عن اللي جايب درجات اعلى فهو ده الابلكيشن بتاعه يكون فوق. الموضوع مش كده. او مثلا بيكون على حسب الناس اللي قدموا في الاول ولا قدموا في الاخر. في ناس اعرفهم بيقدموا في الدقيقه الاخيره عادي وبيتقابلوا في المنحه يعني. زي ما فالموضوع حضرتك فيه عوامل كتير جدا فاهم قصدي. فما اقدرش ان انا اقول لك ان في عامل معين وكده. تمام ماشي. ممكن نفهمها من النقطة اللي حضرتك وضحتها في أول المحاضرة خالص، اللي هو مم. اهتمامات المنحة بتدور على أنهي شخص معين، فممكن النموذج اللي بيفلتر يكون بيفلتر على النقط ديت. وكمان النقطة التخصص اللي أنت محدده ونسبة ارتباط ملفك بيه. هي صح دي بس الفكره كمان. ان الحاجات دي برضه غير قابله للقياس يعني انت ما عندكش اداه معينه ان هي تقول لك انت انت قريب قوي من هنا. او الله اعلم بقى هم برضه ازاي بيقيسوا الحاجات دي بالنسبه لهم. بس انا بالنسبه لي دلوقتي الموضوع برضه غير قابل للقياس. انا دلوقتي ببص على الابلكيشن ببدا ان انا اقيم كده الموضوع. حتى زي ما انت قلت كده ايه الموضوع بيمر على الخبراء بعد كده. الخبراء دول بيبداوا يبصوا على الابلكيشن يشوفوا ايه الحاجات دي. ده الابلكيشن ده كويس معانا ناخده معانا. بس ما اعتقدش ان الموضوع له حاجات كده ايه اللي هو اقدر ان انا اقيسها بقى وكده يعني. بس فبصراحه مش عارف ايه الادوات بالظبط او ايه المراحل بالظبط اللي ممكن الابلكيشن يكون بيمر عليها يعني الله اعلم. وبالنسبه للناس هم اللي بيعملوا لك المقابله ولا ايه؟ هم بيكونوا هم عادي يعني. تسلم. شكرا جدا. عارف يا باشا. معاذ اتفضل يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عاوز أسأل بس حضرتك كذا سؤال كده. اتفضل. هل عادي لو مثلا كتبنا المعلومات بالعربي واستخدمنا ال AI في الترجمة واكتبها بعد كده بالإنجليزي؟ بص انت ممكن تستخدم يعني هو ده اوحش حاجه عامه بس تستخدم جوجل ترانسليت لو انت مش عارف بقى خالص ان انت تحول بالانجلش يعني. بس الفكره دلوقتي لما انت تدي الاي اي معلومات بالعربي الفكره لما يكتبها بالانجلش هو الاي اي بيكون عنده كلمات مفتاحيه كده معينه بيستخدمها. وعنده كده لغه معينه اللي هي دي اللغه بتاعت الاي اي. فحتى لو الكلام بتاعك كله اوريجينال الكلام بتاعك كله اوريجينال بس الفكره الاي اي بيكون له لغه معينه كده بيستخدمها. فعشان كده الكلام بتاعك كله لازم انت تكون انت اللي كاتبه. الاي اي بس بيساعدك في الافكار بيساعدك ان انت تنظم لا بيقول لك مثلا الفكره دي بدل ما تيجي هنا لا الفكره دي تجيبها مثلا قبلها. لكن مش هو اللي يكتب لك. لان الاي اي بيكون ليه كده لغه معينه بتكون واضحه جدا يعني. فاهم يعني قصدي؟ أنا اللي بكتب كلمات بالعربي وكل حاجة، بس هو مجرد ترجمة بس ترانزليت وخلاص. برضه ما هو وفي نفس الوقت ترانزليت الكلام ده يعني للانجلش بيحط الكلمات اللي هي بتاعت الاي اي اللي هو بيستخدمها. اللغه حتى بتاعته هتكون اصلا مختلفه مش نفس الروح بتاعتك وانت بتتكلم بالعربي. فاهم قصدي؟ انت لما تترجم أيوه انت أيوه. بنفسك لحد الانجليش فالروح بتاعتك بتكون لسه موجوده فيه. انما الاي اي بيلاقي خالص الروح دي. الافكار طبعا بتكون موجوده بس الطريقه بتاعت الكتابه نفسها. يعني انت شايفني دلوقتي بتكلم قدامك بتكلم بطريقه معينه بس دلوقتي لو كتبت لك الكلام ده تمام فممكن تحس كده ايه ان الموضوع مختلف يعني. فانت لازم الروح نفسها تكون موجوده في كل حاجه. فاهم قصدي؟ أيوه أيوه تمام. كنت طيب عاوز أسأل حضرتك في نتيجة فحص شهادة الثانوية دي، هي طبعا كانت الأول بتظهر بعد كده بتظهر علمي تمام. فهل بكتب التاريخ الحصول على الشهادة ونفس تاريخ انتهاء الثانوية ولا تاريخ ما حصلت على الشهادة يعني وكده؟ مش هتفرق كتير عادي. بس يعني اعتقد بيكون في شهر 7 بيكون في شهر 8. بس مش هتفرق خالص يعني. تطلع بعدها بحوالي 15 يوم حاجة زي كده يعني مع بالظبط الثانوية. حاجه بسيطه جدا خلاص تمام، شكرا لحضرتك. يعني. اسالوا يا جماعه كل اسئلتكم دلوقتي. ايوه ماشي اتفضل يا اسماء. أنا كنت عايزة أسأل يعني في التطوع في شهادات التطوع وكده بتقوي الملف بس يعني أنا للأسف بس عندي واحدة هل هي كفاية يعني بالنسبة للأنشطة والحاجات دي ولا بصي هو يعتبر المهم بس انت ازاي بتتكلمي عن الحاجه الواحده بس دي وازاي بتفصصي بقى المواقف اللي انت عشتيها في التجربه دي.
مش مهم التجربة إنها تكون كتير، أهم حاجة بس التجربة دي إزاي أثّرت عليكِ بس وكده. ممكن تجيب تجربة بس تجربة عقيمة ما لهاش أي لازمة، فشهادة واحدة يعني عامةً كفاية، بس أهم حاجة تتكلمي بس يعني عنها كويس. يعني يعني الشهادات اللي باحطها أتكلم عنها طبعًا والّا؟ بتتكلمي عنها في الsection بتاعها، آه، بالإضافة طبعًا إن أنتِ تمام، بتتكلمي برضه عنها تاني في خطاب النية. تمام. سمعت قبل كده إن أنا ما دام الشهادات والحاجات دي حطيتها في الapplication فأتكلم بقى عن حاجات تانية مختلفة وعن يعني بلاش يعني أكرر الموضوع تاني. أصل أنتِ مثلًا ممكن يعني تكتبي جملة واحدة مثلًا عن التجربة دي، فاهمة؟ لو هي طبعًا أثّرت عليكِ بشكل كبير إمم، يعني، لو هي أثّرت عليكِ، إنما مثلًا لو كانت حاجة بسيطة جدًا يعني ما أثّرتش أوي، فتبدئي تكتبي عن حاجات تانية. فهو الواحد بيختار الأولويات الحاجات اللي هو يتكلم عنها في الخطاب بتاع النية، مش لازم طبعًا إن هو يتكلم عن كل حاجة، ما لهاش قاعدة معينة يعني، مش اللي هو أنا حطيت الشهادة دي فخلاص مش هاتكلم عنها، لأ، بس. آه. طب لو أنا مثلًا هاختار تخصُّص طبّي مثلًا اهم. وشهادات مثلًا مختلفة، حاجات كانت في المدرسة أنشطة مختلفة، يعني مش ليها علاقة خالص يعني مثلًا ولا تطوُّع ولا حاجات طبية، مثلًا شهادات قرآن مثلًا، حاجات زي كده أحطها برضه والّا يعني كإنها شهادات مش ليها لازمة؟ أنا عايزة أعرف لأ، يعني. حُطّيها عادي يعني، شهادات حفظ القرآن بيهتموا بيها بصراحة، حُطّيها عادي. حتى مثلًا في ناس كان حتى بيقول لهم يعني سمّعونا مثلًا حاجة من القرآن وكده يعني، لمّا كانوا بيخشوا الinterview وكده، فيعني الموضوع بيكون حلو يعني. هو بس اللي أنا كنت باقول عليه شهادات ما لهاش لازمة، إن هو الشهادات بتاعة المدرسين، لإني باشوف ناس حاطة شهادات مدرسين الدروس، اللي هو المدرس كذا، كذا بيقول لك إن أنت شاطر وإن أنت جميل وكده، ما لهاش لازمة دي. إنما لو شهادة مثلًا من المدرسة، إن أنتِ اتكرمتِ من المدرسة عشان نشاط معين عملتيه أو حاجة فعالية معينة عملتيها، ساعتها الشهادة دي مثلًا بتكون مهمة، بس. تمام، شكرًا. السؤال بتاعك يا معاذ اللي هو لو عادي لو الapplication إنجليزي وخطاب النية بالعربي والّا هتسأل سؤال تاني؟ هو ده، وكنت هاسأل واحد تاني. طب ماشي نجاوب بس على السؤال ده الأول. هو يُفضّل إن الapplication كلّه يكون لغة واحدة، إن أنت تكون كاتب الapplication بالعربي يبقى خطاب النية بالعربي، يعني ده إنجليزي ده إنجليزي ده إنجليزي، فاهم؟ هل في تفضيل طيب للإنجليزي عن العربي يعني في فرصة وكده والّا مش فارقة يعني؟ ما حدش يقدر يقول حاجة زي كده يعني، بس هو بشكل عام يعني أنا عشان حتى كده اللغة اللي باستخدمها دايمًا الEnglish يعني في الكتابة وكده، لإن كل الحاجات العالمية هي بتستخدم الEnglish بس في الكتابة يعني. ودلوقتي أي حد مهما كانت الجنسية بتاعته في المقيمين بتاعة المنحة، لأن على فكرة مش كل مقيمين المنحة أتراك، أو حتى الأتراك أصلًا مش عارفين انجلش ولا عارفين أي حاجة يعني، ما علينا، بس أغلبهم أتراك أو أغلبهم مثلًا إيه بيكون من جنسيات مختلفة، فاللغة الأنسب اللي الواحد يستخدمها هتكون الإنجليش يعني، حتى أسهل في تمام. الترجمة من أي لغة تانية، فاللغة الإنجليش هي اللغة الستاندرد عامةً في كتابة أي حاجة، فعشان كده. أنت ما عندكش القضية خالص إن أنت تكتب بالإنجليش يعني فخلاص استخدم بالعربي في كل حاجة. أوكي. طب وهل الID هو الرقم القومي والّا لأ؟ الID هو الرقم القومي أو الباسبور طبعًا يعني لو معاك الباسبور يكون أحسن. أنا كنت أقدّم بالبطاقة يعني وكده. عادي، عادي. أنا كنت مقدّم أصلًا بالبطاقة، بس بعدين طلعت الباسبور لإن الباسبور كان اتأخر شوية، ف طلّعته بعدين يعني. أصل هو الموقع كاتب مثال إن هو المثال اللي هو كاتبه فيه حرفين وكذا رقم كده، فده موجود برضه في البطاقة، فعشان كده اتلخفنت يعني في الاتنين. إمم، إمم. لأ بس هو فعلًا البطاقة أو الباسبور، ما فيش حاجة غير كده يعني. أنا قصدي على الرقم اللي هو القومي كده، تمام يعني؟ الرقم القومي بالضبط. ماشي تمام، شكرًا. آه. مين رافع إيده؟ طب M يعني مش عارف يعني يتكلم يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حاب أسأل عن نقطة أنا مشوشاني بس شوية في التقديم. الحين إحنا في السعودية عندنا ما عندنا توصية، عندنا شيء اسمه تزكية. تمام. هذه باقدمها بدل توصية، يعني كيف أقل من التوصية، ما هي نفس الشيء، في اختلاف بسيط بس. طب التزكية دي بتكون من مُعلِّم يعني والّا بتكون من أيوه أنهي جهة بالضبط؟ معلم، لا من معلم. إمم. الفرق يعني بيكون في طريقة الكتابة نفسها؟ ما سمعتك؟ الفرق يعني بيكون في طريقة الكتابة نفسها بتاعتها والّا إيه؟
لا، التوصية تكون فيها معلومات أكثر، هذه بس يعني فيها مدح الطالب بس مو زي التوصية فيها فهمتك تفاصيل. فهمتك بيكون مدح بشكل عام وهكذا. فهمت. أيوه تقريبا. امم هل بص، هو في ناس أنفع؟ بتيجي عادي، بس ده ما يكونش الحاجه الوحيده اللي انت بتقدمها، لازم تكون مقدم بحاجات تانية معاها يعني. او أيوه اقول لك أيوه على حاجه، عارف. مم. انت خد الخطاب بتاع التزكيه اللي انت هتاخده من المدرس او المعلم ده، وانت عدل عليه براحتك يعني. بس. هي المشكلة ما أعرف أعدل، عشان كذا أخذت تزكية، ولا كان عندي فترة قبل بس ما عرفت أسوي فيها توصية. امم بس مش عارف لازم. تعدل ليه يعني؟ هو بعت لك الفايل دلوقتي او بعت لك الورقه، فانت تقدر بقى تعدل عليها وتحط الامضه بتاعته وخلاص يعني. ما اعتقدش ان هو هيبقى مانع من حاجه زي كده. يا أخي أوريك إياها صورة الورقة. طيب ماشي، بس وريها لي آه, ابعتها لي انستجرام مثلا ولا حاجه. طيب أقدر آخذ الانستغرام حقك؟ اكيد آه. طبعا. ثانيه. تمام. طب انت معاك طيب البيج بتاعت ماي ثرون صح؟ الميج؟ البيج الصفحه بتاعت ماي ثرون. لا والله. اسمه أنت أعطيني انستغرام برسل لك إياها على طول. ثانيه واحده، هكتبها لك دلوقتي في الرسائل. تمام. تمام. برضه لو عندك سؤال في اي حاجه برضه بسالني هناك عادي. تمام. امم هو ده. أستاذ مؤمن، وين كنت تدرس أنت في تركيا؟ بدرس فين في تركيا؟ أيوه، أي مدينة يعني؟ بدرس في مدينه اسمها قيصري. الجامعة حقتكم فيها تخصص هندسة كيميائية؟ هندسه ايه؟ كيميائية. هندسه كيميائيه. لا مش موجود عندنا، والجامعه عندي اصلا هي انجلش بس مش تركي. آه. بس في جامعه عندنا في نفس المدينه اسمها جامعه ارجيس. حتى هكتب لك في الرسائل اهو. الجامعه دي بصراحه ممتازه جدا جدا يعني، من احسن جامعه في تركيا. مم. دي فيها هندسه كيميائيه وفيها كل حاجه طبعا ممكن تتخيلها يعني. إيش أفضل مدن غير اسطنبول وأنقرة اه والله، وإلسن؟ قيصري مدينه هاديه كده ولذيذه بصراحه. في قونة يقولون كويسة. الكونيا برضو حلو، بيقولوا عليها حلو. وبورصه برضو. مم. تمام، يعطيك العافية يا أستاذ مؤمن. الله يعافيك حبيبي. السلام. سلام. برضو في حاجه اكلمكم عنها، من احد المميزات يعني اللي انتم برضو ممكن تذكروها، هو حوار الاكستشينج بروجرام او برامج التبادل الطلابي اللي تركيا بتتيحها لك يعني. انا دلوقتي عامه بدرس في المانيا، برنامج تبادل طلابي. فحاجه زي دي انت ممكن تعملها اصلا 3 مرات في خلال الدراسه بتاعتك كلها. تمام. فحاجه زي دي برضو ممكن تذكرها في الكلام بتاعكم يعني، ان هو انا عايز ان انا اسافر اكتر من دوله، وان تركيا برضو ممكن تتيح لي فرصه زي دي. تمام. فهو دي برضو حاجه حلوه يعني. ايه كلمه السر بتاعتك؟ برنامج التبادل الطلابي اتفضل يا يوسف. هو ايه اللي ممكن اجهزه من دلوقتي عشان اضيفه في السي في يا باشمهندس؟ في السي في. اه، ايه اللي ممكن اجهزه من دلوقتي بقى كاوراق بقى وشهادات والكلام ده؟ هو زي ما قلت لك الشهادات بس يعني، جاهز الشهادات بتاعتك بس كلها تكون كلها قدامك دلوقتي. بس. الشهاده بس لما نيجي نعمل السي في اصلا هتلاقي ان كل حاجه، اصل دلوقتي انا ماشي الكورس يكون عباره عن ان هو كل حاجه بتكمل بعضها. يعني دلوقتي انت اه، خلصت المحاضره الاولى مثلا والثانيه، فالحاجات اللي في المحاضره الاولى والثانيه هتحتاجها في المحاضره الثالثه، لحد ما نوصل بقى للمحاضره الاخيره بتاعت السي في هتلاقي ان كل حاجه اصلا خلاص معاك. فيلا نعمل السي في بقى في ساعه كده، ساعه ضيف ونص كل ولا حاجه حاجه. بقى. بالظبط. اللي هو انت بتجيب كل حاجه مع بعض بس وتحطها وخلاص يعني. فانا منظم الحته دي، فانت بس جهز شهاداتك بس مش اكتر. مفيش مشاكل، خير ان شاء الله. مش تسلم يا باشمهندس. يلا. تمام. طب يا جماعة، احنا لسه معانا 10 دقايق كمان في السيشن عشان عندي بعدها حاجة. فمعاكم يعني لو حد عنده أي سؤال يعني. اتفضلي يا سلوى. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم لو سمحت، السلام. كنت عايزة أسأل في بيان تانية ثانوي وأولى ثانوي، ده بينضاف يعني لما بنيجي نضيفه ضروري في التقديم، ولا ده يعني مثلا لو اتقبلت وكده؟ لا مش ضروري في مرحلة التقديم نفسها، بس بعد ما يتقابلي طبعا بتحتاجيه عشان الجامعة عامة اللي أنت رايحة لها يعني في تركيا. يعني ده مش مثلا اللي هو لو حطيته بيرفع القبول؟
لا هو بس ممكن يدل على حاجه واحده، اللي هو لو انت جايبه درجات كويسه فده بيدل ان انت حد اللي هو كونسيستنت، او حد اللي هو بيجيب درجات كويسه من اول سنه اولى لحد سنه ثالثه. ولكن اه كتقييم نفسه، التقييم نفسه بيكون على درجه سنه ثالثه بس. طب لو مثلا ضفت تالتة وأولى ثانوي وتانية ثانوي والدرجات فيه كويسة جدا، يعني كلهم كان تقديري في، يعني تقديرات مش درجات، فهو امتياز امتياز وكده، يعني الدرجة بتاعة تانية وأولى بتفرق عن تالتة؟ لو مثلا التقدير في تالتة مش كويس، بس أولى والتانية أفضل. ما اعتقدش، اعتقد ان الموضوع بيعتمد على ثالثه بس، اخر سنه انت درستيها. تمام بس تمام. الفاينل والله ممكن فعلا ياخدوا ده في الاعتبار يعني. بضيفه احتياط. تمام، اتفضل شكرا يا لحضرتك. نعم. اتفضل يا محمد تقريبا. ايوه اتفضل اتفضل. أنا ثاني معليش، بس في نقطة لا ثانية بس براحتك. أكمل. الحين إيش أكثر الأخطاء اللي ممكن على طول أول ما يشوفوها في الملف ما يقبلوا، يعني أشياء أخطاء واضحة يعني، والناس والناس يعني تتغاضى عنها يعني. حلو حلو قوي، اخطاء واضحه. ثواني. بص ممكن بس تقفل المايك عندك عشان في صوت. تمام. شكرا. هو طبعا دلوقتي من احد الاخطاء طبعا حوار الاي اي طبعا، ان هو بيخلي، حتى اتكلمت على الحوار ده في اخر فيديو، ان هو بيخلي كل حاجه بشكل عام. فالناس بجد، في ناس بتجيب قوالب جاهزه من على النت وبعدين بترفع الحوار ده على انه خطاب النيه بتاعها وخطاب التوصيه. فالحاجات دي بجد بتأدي رفضك بشكل يعني خلاص نهائي يعني، من غير حتى ما يقروا الكلام الباقي، لان انت اصلا ما بذلتش مجهود ان انت تكتب الخطاب النيه او تكتب خطاب التوصيه بتاعك يعني. فانت جايب حاجه جاهزه من على النت وبعدين بتحطها. في حاجه برضه مهمه جدا، ان انت تكون جايب مثلا خطاب مقبول قبل كده، تمام؟ تبدا بقى ايه، الخطاب ده اتقبل قبل كده فانا هعمل زيه بقى وبتاع. ما تعملش حاجه زي كده، لان الخطاب المقبول ده هو اوريدي اصلا بيكون عنده حاجات تانية كتير، الحاجات دي متناسبه مع الحاجات اللي هو كتبها دي، تمام؟ و يعني ويكون برضه متناسبه برضه مع الدرجات بتاعته، متناسبه عامه مع شخصيته. فدلوقتي لما تجيب الحاجات دي تحطها عندك، فالموضوع بقى ايه، بيبان ان في تناقض ما بين الكلام بتاعك وما بين بقى ايه الدرجات بتاعتك وما بين كل حاجه. فما تعملش برضه حاجه زي كده، لان الحاجات اللي هم كتبوها مش شرط انها تتقابل معاك، لا، هو اللي هي تكون باكج كده على بعضها، فهم قبلوا الباكج دي كلها، ما قبلوش البتاع ده لوحده. فاهم قصدي؟ فدي برضه حاجه مهمه يعني. فاهم حاجه بس تخليك حقيقي فعلا في كل الكلام اللي انت بتقوله يعني. حتى لو هتخترع حاجات بسيطه كده، حاجات بسيطه قوي في حدود المعقول يعني، بس ولا كأني قلت حاجه يعني، ولا هتخترع ولا اي حاجه يعني. في إيه تاني مثلا؟ و بس تقريبا هي دي اهم حاجه اصلا. بص، هو اهم حاجه في الابلكيشن ده بجد بالنسبه لي هو خطاب النيه بتاعك. خطاب النيه بتاعك لو كويس، فانت عديت مثلا 50% ولا حاجه كده ايه من الابلكيشن يعني. الشهادات بتاعتك طبعا والدرجات بتاعتك والكلام ده كلها حاجات كويسه جدا يعني. بس حتى لو انت ما عندكش شهادات كتير وحاجات كتير، بس فكره خطاب النيه دي حاجه انت بتعبر فيها عن نفسك، فانت لو ظبطتها صح وعملتها صح خلاص كده انت ان شاء الله عديت يعني. بس فانا دايما عشان كده اكتر حاجه اصلا بشرحها على اليوتيوب وبتكلم فيها على اليوتيوب هو حوار خطاب النيه، لان شايفها حاجه اندر ريتد جدا والناس قليل بتتكلم عنها يعني. بس تمام. شكل الملف مهم، بس ده اللي هو المحتوى بتاع الملف يعني. طيب مريم. هو أنا بقدم بالإنجلش طبعا، ومعايا ايلتس، بس في جامعات بتبقى طالبة تويفل بس، ففي فرق. لا عادي، قدمي بالايلتس مفيش مشاكل. بس اقول لك على حاجه، هو اصلا في جامعات، هي فعلا في جامعات بتقدم بتقبل التويفل بس، ممكن تحطها عامه من ضمن الرغبات بتاعتك عادي، فاهم؟ بس يعني خلي الاولويه للجامعات اللي فيها بتقبل تويفل وايلتس الاثنين مع بعض، عشان بس نكون في السيف زون يعني. بس الجامعات حتى اللي بتقبل تويفل بس، انت ممكن حتى لما ان شاء الله تروح لهم الجامعه لو اتقبلت فيها يعني، تدي لهم الايلتس بتاعك ومفيش مشاكل يعني. او تاخدي مثلا اختبار القبول اللي هو بتاع الانجليش بتاع الجامعه يعني. في ناس كانت بتعمل كده. في بنت كانت معاها يعني شهاده انجليش واخدها من تمام. امريكا يعني، بنت مش مصريه، بنت من جنسيه تانيه يعني. فالمهم انها مش الجامعه عندنا بتقبل تويفل بس،
فالمهم ان هي لما جت الجامعه اخذت الاختبار اللي بتاع القبول بتاع الجامعه وبس خلاص وعدت يعني، ولا اضطرت انها تاخد اي امتحان تاني ولا اي حاجه. بس. خلاص تمام. ومعلش هو اسم المدرسة بتاعتي مكتوب غلط في المنحة، مم. اكتبه في الاختبارات بتاعتي زي ما هم كاتبينه، ولا اختار اذر واكتبه زي الصح الطريقة الصح؟ انت هتكتبي في الخطاب بتاعك. خطاب التوصية. اه عادي مش تفرق الطريقه اللي هتكتب بيها يعني ايا كان. تمام. ومعلش ممكن حضرتك توضح اكتر موضوع الاي اي، عشان يعني انا بستخدمه شوية ان هو يحسن الفلوينسي وكده، عشان عندي مشكلة شوية في الحتة دي. دلوقتي لو الجمله بتاعتك واضحه تدي خلاص المعنى بتاعها، مش لازم بقى ان انت تحسني الفوكاب تخليها مثلا فوكاب ادفانسد اكتر من كده، مش لازم ان انت تعملي حاجه زي كده يعني. دلوقتي مثلا انا معايا جمله دلوقتي تمام، بديتها للاي اي، عايز مثلا استبدل الكلمه دي بدل كلمه ثانيه تمام، لكن ما اقولوش غير لي الاستراكشر بتاع الجمله او غير لي حاجه في الجمله، لا مش هقول له بالطريقه دي، لا اقول له بس عايز اغير الكلمه دي او عايز ان انا اخليها مثلا كومبلكس اكتر من كده، فهو يقول لي الطريقه وبعدين انفذ الطريقه بنفسي بعد كده. فاهم قصدي؟ لكن مش اللي هو ايه هو غير الجمله كلها على بعضها، لا انا بقول له مثلا غير لي حاجه معينه، فانا بديله الدايركشن، بديله الحاجه اللي هو يعملها بالظبط في الجمله، لكن ما ادلوش الجمله اقول له خليها فلوينت اكتر او خليها ادفانسد اكتر يعني. بس وطبعا في عندنا بريفريزنج يعني، كويل بوت ممكن تستخدميه عشان تخلي الجمل بتاعتك فلوينت اكتر يعني، وده يعتبر بجد مش بيدخل نسبه اي اي قوي ولا حاجه، هو بس بيخلي الجمله بتاعتك فعلا فلوينت اكتر او ادفانسد اكتر مش اكتر يعني. بس خلاص تمام، شكرا. ماشي. خلينا بس نقدم على المنحه التركيه وبعدين نشوف المنحه الثانيه. عامه كان في منحه المجر، بس منحه المجر خلاص قفلت للاسف. هل لازم خطاب النيه يكون بترتيب معين؟ بص انا السنه اللي فاتت نزلت فيديو على اليوتيوب كان بتكلم فيها عن خطاب النيه، وكنت بتكلم ان هو لازم يكون بترتيب معين وهكذا، بس انا في كورس السنه دي الصراحه انا مش همشي بالنظام ده، مش لازم ان هو يكون بترتيب اسئله معين، لا هو انا برضه هتكلم برضه في الحته دي مع ازاي برضه نخلي شات جي بي تي ان هو يرتب لنا الافكار بترتيب منطقي وكده. هو اهم حاجه بس مسار القصه هيكون ماشي بأنهي شكل بالظبط. يعني مثلا في ناس القصه بتاعتهم بتبدا من ان انا اخترت الميجور بتاعي، القصه بدات اصلا من هنا خالص يعني، فمش منطقي ان انا اقول له لا خلي الحته دي في الاخر لا خالص عشان انا عايزك تمشيها بالطريقه دي، لا هو الموضوع بيعتمد على كل واحد وهو هيرتب الخطاب بأنهي ترتيب منطقي بالظبط. بيكون في مثلا كذا نوع من الترتيب، في مثلا ترتيب بيكون كرونولوجيكال او ترتيب زمني، تبدا مثلا من الحاجات الاقدم للحاجات الاحدث يعني تمام، بس الترتيب ده عامه مش بفضله قوي يعني. في ترتيب بقى اللي هو بيكون له علاقه بالافكار، ده طبعا الترتيب اللي انا اصلا بمشي بيه على طول يعني، برتب الافكار من الايه على اساس القواعد الستوري تيلينج اللي اتكلمت عنها قبل كده، من الحاجات الايه الاقل اهميه، بعدين ببدا اطلع شويه للليفل لحد ما اوصل بعد كده ايه للتيرنينج بوينت بتاعتي او نقطه التحول بتاعتي، بعدين ببدا انزل تاني واتكلم بقى ايه على الخاتمه بتاعت الخطاب بتاعي وكده يعني. بس فانا بصراحه مش هحط تاني حوار ايه ان انا لازم الخطاب يكون بترتيب معين اسئله معينه، لا هو بس اهم حاجه ان هو يكون ترتيب منطقي وخلاص. تبدا بقى ايه باللي انت اخترت الميجور ليه، تبدا باخترت تركيا ليه، ابدا باللي انت عايزه عادي، بس اهم حاجه لما اقرا الخطاب انا حاسس ان في حاجه منطقيه ماشيه قدامي، حاسس ان في قصه حلوه ماشيه قدامي يعني. بس. أنا عندي سؤال. هو المنافسة كبيرة على التخصصات اللي باللغة الإنجليزية ولا باللغة التركية؟ لا بتكون طبعا على اللغه التركيه اكتر يعني، لان نسبه الناس اللي بتقدم اصلا انجلش بتكون مش اعلى حاجه، فتركيا اكتر، وبرضه بتعتمد برضه على دوله للتانيه. يعني مثلا مصر بحس ان مش بحس، هو فعلا المنافسه فيها بيكون اكبر كتير، مش عشان مثلا هو مصر الدرجات فيها عاليه جدا وكده، لا مش كده، بس الفكره عشان اللي بيقدموا مصر نسبتهم اكبر بكتير قوي، فبيكونوا منافسه كبيره قوي. ممكن مثلا منافسه في العراق وكده بتكون اقل شويه لان عدد اللي بيقدموا بيكون اقل، فيعني هم دول التو فاكتورز او العاملين اللي الموضوع بيعتمد عليهم. أوكي، يعني هم يقبلوا يعني عدد معين من كل دولة. مظبوط صح. النقطه دي برضه بصراحه انا بشوفها من النقط اللي ممكن تكون مش حلوه قوي، ان هم بيفضلوا اكمل بس البوينت بتاعتي معلش يا سلوى. اللي انا بشوفه برضه مش حلو قوي في المنحه يعني، ان هم بيفضلوا ان هم يكون في تنوع ثقافي على ان هو دي عامه اصلا الهدف بتاعهم ان هو يكون في تنوع ثقافي على ان هم يجيبوا ناس ممكن تكون مثلا كويسه من نفس الدوله. يعني دلوقتي مثلا انا عندي 5
كويسين من نفس الدوله، خمسه كويسين تمام. بس عندي دلوقتي في خمسه تانيين مقدمين من 5 دول مختلفه. فحتى لو اللي من 5 دول مختلفه دول اقل من اقل من الناس دول، فهجيب برضه الناس دول عشان عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تنوع ثقافي عندي تمام. فدي نقطه بصراحه ايه مش بحبها قوي يعني. يعني بجد بشوف مثلا ناس معايا، انا مش بحكم على حد، بس يعني ناس معايا ممكن تكون يعني ما تستاهلش ان يكون معاه منحه، وده مثلا قدامي يعني، مش عشان مثلا هم ضعفاء مثلا او كده يعني، لا، بس عشان هم فعلا تصرفاتهم عامه مش تصرف حد معاه منحه. ما فيش مذاكره، ما فيش اي اهتمام ولا مسؤوليه ولا كلام من ده. بس هم بيفضلوا التنوع الثقافي اكتر بكتير بصراحه من اي حاجه ثانيه يعني. دي حاجه لاحظتها جامد يعني. ماشي، اتفضلي يا سلمى. كنت عايزة أسأل في جزئية إن حضرتك قلت نذكر إن هي المنحة بتوفر تبادل طلابي أو ثقافي يعني بين الدول، إن إحنا ندرس في أكتر من مكان وكده. مظبوط. أذكر يعني ينفع حضرتك توضحها بس يعني أذكرها إزاي في الخطاب بتاع النية دي أول نقطة. ومعلش سؤال تاني، لو لازم سي في التقديم، لو مثلا أنا مقدمة البيانات كلها بالعربي مثلا بكالوريوس عادي، لازم السي في يكون بالعربي ولا عادي انجلش؟ لا السي في بالانجلش، السي في ما ينفعش يكون بالعربي لا. تمام، حتى لو مقدمة عربي. حتى لو اداء عربي يعني. تمام، شكرا لحضرتك. بالنسبه للسؤال الاول، السؤال الاول كان حوار البرنامج تفضل ازاي اذكره. هو الموضوع هيتربط بشخصيتك. انا دلوقتي شخصيه بحب ان انا اعمل كذا، وهتجيلي ده من حاجات انت عملتها في حياتك، عشان برضه ايه ما تخليش الموضوع عام. فاهم قصدي؟ يعني مثلا ما تقوليش انا بحب التنوع الثقافي او بحب ان انا اسافر، عشان كده انا عايز البرنامج تفضل الطلاب. الموضوع مش كده لا. انا مش عارف، انا قابلت حاجه مثلا معينه في حياتي، موقف معين انا شفته، وليكن مثلا تجربه تطوعيه معينه انت عديتي بيها، وكنت حبيت ان انا اتعامل مع ناس هناك، وعشت موقف معين مثلا هناك، خلاني ان انا احب ان انا اتعامل وان انا ايه ان انا ممكن اكون مهتم اكتر بالسفر وكده. فممكن تجي من شخصيتك، انا مهتم بكذا فعشان كده انا عايزه كذا. شخصيتك مهتمه بحاجه، والحاجه دي عليها موقف معين من حياتك، وبعدين بتربطيها بعد كده ايه بحوار الاكسشينج بروجرام او التبادل الطلابي ده. طب بس تنفع بجزئية التطوع، او مثلا انا تطوعت في اكتر من كيان شبابي هنا في مصر، ومثلا جمعيات مم. تطوعية وكده، اربطها بالنقطة دي واقدم مثلا الشهادات، ولا ممكن بعيدة؟ لا ممكن تربطها بالنقطه دي. بصي انا مقتنع ان اي حاجه ممكن تتربط ببعض، بس الواحد بس يلاقي الربط بس عامل ازاي. اي حاجه ممكن تربط ببعضها عادي. انت ممكن تلاقي اصلا تفصيله صغيره اصلا في العمليات التطوعيه دي، موقف كده ملوش اي لازمه عادي، بس انت ايه اهتميتي بيه، وانت ايه جبتيه في الموقف ده، والموقف ده والله هو اللي خلاني مهتمه بحاجه زي كده. ممكن يكون عادي، ممكن مثلا تكوني كلمت حد من دوله تانيه، وشفتها قبل كده في خطابه امل يعني، ان حد كان بيكلم حد من دوله تانيه، مش فاكر صح من انهي دوله او من قاره تانيه يعني، فبقى مهتم جدا بقى ايه ان هو يتعلم اللغه بتاعت الدوله التانيه دي، ويتعلم الكلمات بتاعتهم. والموضوع ده بيكون بيسبب عنده كريوستي او فضول يعني، ان هو يتعلم اكتر وكده يعني. فهي ممكن تفاصيل صغيره جدا اصلا توصلك لحاجات كبيره زي ده. ايوه فهمت حضرتك، شكرا. أم... طيب اتفضلي يا سما. أيوة، كان عندي سؤال اللي هو السي في إذا كان أكثر من صفحة هل هذا بيضر بالتقديم؟ أقصد يعني اللجنة بتعدي على السيفيهات الطويلة ولا لا؟ هو عامه السي في اصلا ما يعتبرش اهم حاجه في الابلكيشن بتاع المنحه. لو انت بتقدمي على شركه فتمام، هو لازم طبعا السي في يكون صفحه واحده بس يفضل يعني، بس في المنحه عادي ممكن تخليه صفحتين عادي، مش لازم ان هو الموضوع يكون كده يعني. بس بقدر الامكان حاولي تخلي السي في صفحه واحده بس، اللي هو فيه اهم الحاجات بس اللي انت عملتيها، ما نفضلش نقول كل حاجه كده ايه باسهاب بقى وكده. هي بس مجرد بولت بوينتس بس لكل حاجه وخلاص. أوكي. طيب يا جماعه، بس لو حد عنده سؤال كمان ناخد اخر سؤال وخلاص يعني. هو عادي بقدم خطوات توصيه من مؤسسات تطوعيه؟ اه طبعا يعني، يا ريت والله يكون في خطوات توصيه من مؤسسات تطوعيه، لان الناس كلها اصلا بتجيب خطوات توصيه من مدرسين بس، فيكون افضل طبعا لو انت جبت من مؤسسه تطوعيه. مش بقول ان الحاجات التطوعيه تكون افضل من المدرسين، لا، الخطوات التوصيه طبعا افضل من المدرسين، بس الافضل ان انت تضيفي كمان مع حاجات تطوعيه. فاهم؟ فالحوار مهم. ايه طب قولي لي، طيب ايه يعني عايز تعرفي الفرق بالظبط من ناحيه ايه يعني؟ ايه الفرق في طريقه الكتابه ولا ايه؟ بتكلم على اسامه عشان بس سالت السؤال.
ما هو ايه الفرق بالظبط؟ يعني عايز تعرف ايه الفرق بالظبط من ناحيه الكتاب يعني؟ دكتور لو سمحت، هو لو ينفع أقدم مثلا بثلاث خطابات من دكتور في الجامعة ومدرس ثانوية ومن مؤسسة تطوعية، تنفع ولا يعني متأثر إن هو أنا مكترة خطابات لا لا، مدخل؟ كنت بتاخد على حاجه تمام جدا هو بس يعني بتاع المؤسسه الثانويه، لو هو مش مهم او ما فيهوش حاجه مهمه قوي فخلاص ممكن تشيليه يعني، بس الاولويه طبعا للثلاث دكاتره والخطاب بتاع العمليات التطوعيه. هو موضح كل حاجة أنا شاركت فيها في يعني مدة التطوع، سواء سنة أو السنتين اللي أنا شاركت فيها، وموضحها مم. بالتفصيل ومختوم وممضي برضه. أنا جبته احتياطي يعني، قلت أضيفه ممتاز احتياطي. جدا، لازم يتضاف طبعا يعني أضيفه. تمام، شكرا. بالعافية. هو مثلا انا السؤال بس بتاع سما اللي هو الفرق ما بين الخطابات التوصيه ما بين اعمال التطوعيه وما بين المدرسين في التأثير بتاعهم. الفرق ان هو الاعمال التطوعيه بتبينك اكتر كبني ادم انت عامل ازاي، انت بتقدم ايه بالظبط، او ايه الحاجات اللي بتميزك يعني. فدي الميزه اللي انا بجد بشوفها قويه جدا في الخطوات بتاعت الاعمال التطوعيه. انما في الخطوات بتاعت المدرسين هي اكتر بتركز عليك انت كادائك الدراسي، بتركز اكتر على الحاجات بتاعتك جوه اطار الفصل يعني. ممكن يكون مش مفيش مواقف كتير قوي شخصيه ما بينك وبين المدرس ده. انما الخطوات التطوعيه بتكون على النقيض الاخر، بتكون مختلفه خالص يعني، بتركز عليك انت اكتر كبني ادم، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لهم يعني. يعني ممكن نقدم أكثر من الخطابات اللي هم حاطينها كشرط، يعني لو حاطين بس خطابين توصية ممكن نحط أكثر. هم اصلا مش حاطين اي شرط للخطاب التوصيه يعني. انت ممكن تقدمي لحد 20 خطاب توصيه عادي جدا، بس انا بقول لك ايه، مش عارف كنت موجوده في الحته دي ولا ايه، بس انا قلت اللي هو ايه الافريج يعني ثلاث لاربع خطابات توصيه. ممكن نوصل لخمسه سته بالكتير قوي، لكن ما نزيدش عن ست خطوات يعني. سته ده اكتر من سته ده كتير جدا. جي. الجروب اللي حضرتك انهي جروب بالظبط؟ اللي حضرتك قلت فيه ان هو واحنا بنقدم لو في مثلا نقطة وقفت في ملء الابليكيشن يعني. هو انا كان قصدي الجروب بتاع الناس المشتركين في الكورس يعني. بس عامه لو في اي سؤال وكده ممكن تبعتيه على انستجرام يعني، عادي يعني، في اي وقت تقدر تسال. عادي لو من كذا مدرس ولا يفضل مدرس واحد بس؟ لا هو لازم كذا مدرس، ما ينفعش ان انت تجيب خطابين توصيه من نفس المدرس، ما ينفعش، فاهم؟ لازم من كذا مدرس معاك. وبرضه هتكلم عن انهي مدرسين بالظبط ممكن نجيب منهم. طب يا جماعه حد عنده سؤال تاني ولا خلاص نقفل الميتنج؟ العفو عليا يا سلوى، يعني يا رب بجد تكون السيشن مفيده وتكون فيها اكبر قدر من المعلومات يعني. هو طبعا كانت مقدمه بس مش اكتر يعني، لان انا فعلا كنت عايز اخليها خفيفه بس لانها اول سيشن. بس كانت مركزه اكتر على الاسئله بتاعتكم يعني، لان دايما بيكون في اسئله بتؤرق الواحد كده قبل ما يقدم على اي حاجه، فلازم الاسئله دي تتجاوب في الاول، بعدين نخش بعد كده ايه في الكلام المهم بعدين. الكورس لو مشى منه يومين هل ممكن اشترك فيه من فتره؟ ممكن عادي يعني ممكن مثلا تقدمي بكره بعده، بس يعني يا ريت طبعا تكوني معانا طبعا من اول الكورس يعني. بس هو ممكن عادي لان السيشنات كلها هتكون مسجله عادي جدا. تمام.